لا أنت بعيد فأنتظرك، ولا أنت قريب فألقاك، ولا أنسى لي فيطمئن قلبي، ولا أنا محرومة منك لأنساك. أنت في منتصف كل شيء. قدام الباب ديال واحد الأوتيل واقفة بكعبها العالي وفستانها الراقي العملي، هزة ساك فيه اللابتوب ديالها وغير كدور في عينيها وتقلب. شفت في ساعتها ما هزت يديها تشوف معصامها حتى تحطت يد على خصرها ابتسمت بلا ما تدور وقالت اش غتعطي لها السي انور. انور اللي ابتسم ويبوسها في خدها وقال تعطلت عليك الزين وبزاف. سمحي لي عبوكوسه، راه طلعت لي الطوموبيل وجابني ناصر. اكرام شفتيه باستغراب وقالت له ناصر شكون هذا؟ كنعرفو. شاف فيها وقال مدير ديالك الأوتيل. اه حيت ما عمرني ما شفتو. قبضها من يديها وقال زيد هذه الفرصه باش تعرفي عليه. اكرام قالت حيد خليني نحشم شويه. ضحك وقال زيد راه هو اصلا غادي يرد للدار. حركت له راسها تمات غاديه وهو قابل لها في يديها حتى وصلنا قدام واحد السياره اللي كانت مباركيه من الباب الاخر ديال الاوتيل. شفت في الطوموبيل وانا ندور عند انور وقلت له ايوا تسيتيس كي داز نهارك. انور شاف فيها وعينيه هايمين فيها وقال خايب بلا بيك السين، ولكن ما بقى والو نتجمعوا. فراسك بلي ناصر اخويا. شفتو قلت له واش هو اللي كتقول لي خوك ياك خوك من الرضاعه. هو لا. وليت نغار شتك كتبغي اكثر مني. بدا كيضحك ويقبل ليها يديها وقال كاين اللي يبغي شي حد من غير لاله اكرام. اكرام اللي ابتسمت وهي حلها الباب اللوراني طلعت وطلع هو وحده ناصر من داخل السياره. كان جالس عاقد غباشته وبينه بلي ماشي معصب وانما حدث به. كان لابس لبسه رسميه، يديه اليسريه عليها ساعه يدويه براسلي رقيق و كارو. بقى فيه غير شويه والظاهر انهم قبلوا وكيكمي فيه. غير طلع انور هو ديما الطوموبيل بلا كلمه بلا شوش. اكرم اللي دور قالت سلام وما جاوبهاش عقدت غباشتها ما مصوابش. سمعتو كيتكلم هو انور على الخدمه، كانوا كيهضروا بالروسيه بحكم كنت كنفهم فيها شويه. قشبلت بلي راه كيهضروا غير على الخدمه وماشي عليا. شاد النوع غادي يدوي عليا. انور دار عندي وقال حبيبو نحطك في الدار ياك. حركت راسي بايجاب وقلت له غير حطني في الدار. ناصر لي هز عينيه في المرايه الخلفيه شاف فيها ويحني عينيه دغيا ويشوف انور وقال دير وقال جسوم تم. تبعها لي انوار وتمو غادي شادين الطريق حتى وقف ناصر الطوموبيل ديالو في واحد الدرب اللي كان حي عادي وزوين. نزلات اكرام هاد المره ما قالت لا شكرا لا حتى حاجه، هبطت من الطوموبيل هي تسد الباب. اما انور اللي ابتسم وينزل معاها قبت لها في يديها وبداو كيهضروا. ناصر من داخل السياره كيكمي في الكارو ديالو صاد هاد الكارو الثالث اللي شعل. شاف فيهم بنص عين هو يضحك باستهزاء وقال يا ودي يا ودي الحب شنو هو الحب؟ مين راسو ويطلعها ونسلها غير عاقب راسو ويدور عينيه الجهه الاخرى وقال كون غبقيتي سيلباتير اخويا وهنيتي راسك. ودار ما مسوقش هز التليفون ديالو اللي كان متلتق بالميساجات من عند البنات وبدا يخسر ويتخير وعاقد غباشتو هو يجاوب وحده منهم وزكا معاه يتلاقاو العشيه في الاوتيل. اما عند اكرام اللي كانت واقفه بحجمه وهي كتشوف فيه. انور قال ياك ما تقلقش من ناصر وراك داير شكون ادعى فيه. انا اللي كيهمني هو انت. هي تقرب وقدت له الشميز ديالو. انور قال الله الله على السين ديالي ويطول فيها الشوفه. هي اللي ابتسمات وقال يلا طلع داركم يلا بسلامه. بقات كضحك وطلعت هي لدارهم. اما انور اللي بقى شحال حاضيها وسط دخلات يلا ضرب خطوه حتى بدا التليفون ديالو كيسوني غير شاف الرقم ويكحل بالعمى فاه من الجنب وزاد ركب في الطوموبيل. با ناصر انت قلقتي لنا المدام. ناصر باستهزاء قال راك عارفني ما عنديش مع النساء وما عنديش مع شدة الخاطر. انور قال ولا راه خوك زعما. زيد وكان ديما الطوموبيل ومشاو يشوفوا واحد المصنع بغاو يشريوه ويدخلوا فيه شركة بحكم ناصر وانور
بجوج بيهم مفرقين الخدمة ديالهم، وكل واحد مقابل خدمته، ويلاه ناويين يكونوا شركة في هذا المصنع. ناصر اللي شاف في التليفون ديال انور اللي كيسوني وقال ما غطفيش عنا داك التليفون. انور اللي كان ساهي قال انا غنطفيه. طفى التليفون ديالو من الجنب وهو عاقته بعشتو، وساهي كيشوف لبعيد في مكان اخر، مكان اللي كان بعيد بزاف. كانت كنسحط رجل على رجل وكدور في الصور اللي تشدو ليهم فاش ركبوا في السيارة ديال ناصر. مشاكل هادي، شنو غنديرو دابا؟ ضحك الشخص وقال غير تهناي، عارف اش غندير. ناصر اللي حد انور طلع لي انور وقال ناصر عندك ما تجيش للعرس. ناصر قال صافي هضره وحده، راني جي غير على قبلك. انور اللي ابتسم قال الله يعزك يا عشيري. غير حطو في الفيلا ديالهم، هو يمشي نيشان للدار ديالو. ناصر اللي باركا الطوموبيل وتم غادي داخل مع داخل، اسمع الهضره والهيلاله، عرف بلي الدار عندهم عمره والعائله جاو على قبل العرس ديال انوار. غير شاف داك الشيء هو يقلب الدوره وتم غادي خارج بحال عاسو، حتى قشعاتو ماماه. لالا توريه اللي غير شافتو هي تنض دغيا من وسط الجماعه وبدات كتعيط ناصر ناصر ولدي. ناصر اللي وقف برا وخشى يديه في جيابو، قربت ميمتو وقفات حداه وقالت له وليدي مالك معاه داخل خارج. عرفاني الوالده ما عنديش مع قوه الجما و تخلط. لالا توريه ضحكت وقالت وانت هو انت تغبر انت تغبر وترجع بنفس الطبايع. ناصر ضحك وقال والله خلينا في سباقتنا الوالده. لالا توريه ابتسمت ليه وقالت غتحضر غدا لعرسك وليدي. اجي الوالده. يولي يرضي عليك، والله يكملك بعقلك، ما ربما تلقى شي عروسه من داك العرس وتفرحنا. ناصر شعل الكاروشه في البعيد وقال في احلامك الوليده، احلامك توريه. هو يزيد لالا توريه قالت يا لطيف تموت على داك الكارو. ناصر دورو بين يديه وضحك وقال به عايشه الوليده به. حل الطوموبيل ديالو طلع ما طلع ضرب فيه بارفان نسائي، قد غباش وقال عم طلقت انا اليوم. تفكر الخطيبه ديال انور هي اللي كانت معاهم في السياره، عاود شم داك البارفان اللي كان مخلط مع الريحه ديال السجائر ديالو قال ريحه كتجر وكتير. بدا التليفون ديالو كيصوني، كانت مكتوبه سميت منال، قطع عليها وزاد مركز مع طريقو. ناصر يا ناصر اش غادي نقول لكم ومنين غادي نبدا؟ ناصر اكثر شخصيه متناقضه تقدروا تشوفوها، هو رجل في الثلاثينات من عمرو، الزين والفورمه والفلوس كل شيء مجموع فيه، ولكن فيما كنقولوا الكمال لله، والسيد زير النساء من الطراز الرفيع، ما خلات حتى وحده، وما عندوش مع الحب وما كيامنش بيه وما عندوش في قاموسه، ما عنده غير الخدمه والسهو والحياة، ولكن صلاتو ما كيفوتهاش، وصلاة الفجر ديما يصليها في المسجد وديما يدير الخير. الناس مقسمين لجوج، كاين اللي كيقولها فيه زوينه ويقول الله يعمرها دار داك السيد، وكاين اللي غير يشوفو يقلب الطريق ويقول لطيف لطيف الله يخليها سلها. هذا هو البطل ديالنا، زوين وفي نفس الوقت خايب، واللي حكى ليه يلقاه ومستحيل يتساهل، ولا مشي شي حتى ظلمه ولا حاول يلعب عليه كيوريه الوجه الثاني. ايوا نخليوه ناصر ونمشيو لمكان اخر، بالضبط في دارهم اللي كانت عامره بالعائله، وهي كتقاد في داكشي ديال الدهاز اللي تقدات، خلاتها كل وحده فين كتحط يديها وكل وحده شنو كتقد معاها، وكل شويه تسمع الزغريته ديال الناس العائله اللي كيجيو من المدن وغير يدخلوا يطلقوا عليها بزغريته هي الاولى. كلشي فرحان، كلشي جاب تكاشطو، وكلشي كيتسنى غدا غير انت وصل بفارغ الصبر. وهي ناعسة، إكرام اللي كانت ناعسة حتى فاقت على الأذان ديال الفجر، حلات عويناتها وهي حاسة براسها ضارها، عقدات غباشتها فاش تفكرت الحلمة اللي حلمات. كانت حلمة فشي شكل، حلمات بناصر شبينها وبينو هي أول مرة غادي تشوفو. كان واقف فشي بلاصة مظلمة ومدلها يديه، وكدور وكيبان لها شخص آخر مدلها يديه حتى هو. الظاهر غيكون
غير خطيبها. مسحات على وجهها وقالت هادو بالله واش طرا شي مشنو هادشي. نادت تودات وصلات وبقات فيقة. حلف النعاس لا زارها بالسيف، واليوم يوم حرسها. شويه بشويه بداو كيفيقوا العائله تحت الفطور وفطروا. ها اللي باغا تمشي للحمام، ها اللي باغا تمشي للكوافوره، ها اللي غادا تقاد الطفال. الدنيا مقلوبه وراكم عارفين الاجواء ديال العراسات كي كيكونوا. وتعاشات العشيه والعرس بدا، كلشي فرحان كلشي مقاد ومصاوب. موسيقى مطلوقه وكاين اللي كيشطح. هي اللي كانت جالسه وضحك على وجهها، قلبها كل شويه يضرب فاش كتفكر عريسها وحبيبها اللي صبرات معاه هادي 7 شهور. ها هو غادي يجي ويتزوجوا، ها هو وفا بوعدو ليها. وكيف شافها النهار الاول قال ليها باغيك الحلال، وفعلا وفا. ما بقى اليوم والو غادي يتجمعوا بجوج بيهم في الحلال في عش الزوجيه. تسمعات الزغاريت وهزة زويناتها بابتسامه. بقات كتشوف عائلته اللي كانوا فرحانين وداخلين. بقات كدور عينيها ولكن ما بانش ليها معاهم. عقدت غباشتها. دخلت ميمتو هي تهضر لي في ودنيا وقالت لي راه معطل شويه بنيتي. مرحبا بكم خالتي، يلا حبك الخير بنيتي. وبدات كتقاد في شعرها وهي غادا كتصفق وتعرض على الناس تقول لهم مرحبا بكم. دازت تقريبا نص ساعه والعريس باقي ما بان. فين غادي يكون؟ علاش تعطل بحال هكا؟ هادو هما التساؤلات اللي بداو ينزلوا حتى عند الناس. شويه بشويه ولاو ملامح الانزعاج كيبانوا على وجهها. كلشي حاضي الباب حتى تم داخل بديك الدورة والتقديره ديالو عاقد غباشتو وباينه جايبينو غير بزاز. شافت فيه هي دور راسها دغيا بدون اهتمام، معها ما حد من غير حبيبها. اما داك ديال العزاره اللي تم داخل. وليدي فينو انوار؟ ناصر شاف في خالته وقال راني هدرت معاه وقال لي معطل. لا واه وليدي، واش فهاد النهار الكبير وغادي تعطل بحال هكا؟ ناصر بهدوء ابتسم لخالته ومشى جلس في الطاولة جنب باقي أفراد العائلة. الأجواء بدات كتوتر وكلشي دخلوا الشك، خصوصا بعد ما بداو كيصونيو العريس وتليفونو كان خارج التغطية. الدنيا دارت بيا، حسيت براسي متوترة بزاف. ما إن بدا التليفون كيصوني عند ناصر اللي سمع الفيبرور ويجبد التليفون من الجيب ديال لافيست. عقد غباش شوف اش بانلو شي رقم ما مسجلش. طول فيه الشوفة هو يجاوب كيفاش؟ الدنيا دارت بيه، ما بقى عارف ما يقول، ما بقى عارف ما يصدق ولا يوخر. اجمال وقفه وتم غادي خارج. شاف في خالو وشك في شي حاجه ماشي هي هذيك، خرج تبعو حتى قال ليه بلي انور توفى. كانت الصدمه عند الكل اللي كانوا وحدهم برا. دخلوا كيجريو ووصلوها للعروسه. العروسه مسكينه اللي الدنيا دارت بيها. اكرام اللي غوتت غوته وحده وطاحت للارض سخفانه. هزوها بداو يكبوا عليها الماء. اما لاله لطيفه بدات حتى هي كتغوت. دغيا داك الفرح تحول لقرح. اكرام اللي فاش فاقت دخلت في حاله هستيريه. بدات كتغوت وكتخبط وكتقول لا ما يمكنش ما يمكنش. بدات كتخبط. هو اللي هز عينيه فيها، عينيه اللي كانوا حمرين وعمرين دموع. قرب لعندها ويقبض فيها. شافت فيه لطيفة وقالت شد فيها وليدي مزيان، شد فيها لا تهرب. زير عليها تهدني. إكرام اللي كتبكي وحتى طلع على صدرو وقالت لا هو مات. كيفاش أنور مات؟ يا ربي علاش غادينا هكا؟ علاش؟ ناصر اللي كان عقدو بعشو حس براسو مجروح بزاف. أنور ما كانش غير خوه وإنما خوه وعشيرو. هز يديه وطبطب عليها وقال الله يصبرنا، الله يصبرنا كاملين. صوت القرآن الكريم، صوت كيقشعر الأبدان. ما كيطلقش القرآن في دارو، مرة تلقوه ولا عنده شي مصحف مغبر مرة مسحو وقرا فيه. صوت القرآن الكريم اللي كان مسموع في الأرجاء، دبوها اللي ما نشفوش. سد عليها في البيت اللي عطاوها مالين الدار ديالو، ما نقى صورهم وكتبكي وتقول ما بكيت، قاطعة لا ماكلة ولا شراب. دازت سيمانة
وهي باقا على هاد الحال، طيحت دغيا في الوزن ديالها، وجهها ولا شاحب، وحالتها حالة، والصدمة متغلبة عليها. في الغرفة المجاورة، ناصر ناصر اللي كان واقف وعاقد غباشته، مسح على عنقو اللي كان عطيه صداع. كانوا مجموعين في الدار ديال جداهم، حيت تما فين دار العزو. الدار ديال جداهم اللي كيجمعوا فيها ديما في كل عطلة، وكل شي العائلة كيجلسوا، كل ببيتو وكل بحوايجو تم. ناصر اللي جا خارج لابس فوقية بلون رمادي، ريحة المسك كتعطي منو مع ريحة العود، وهو غادي كيتمشى، بين من عينيه التعب، بين من عينيه الحزن، ومن وجهه الصفر قليل الماكلة. وهو غادي تيتمشى حتى وقف دغيا، رمى عينيه جهتها هي اللي بانتلو، جالسة على الطرف ديال السرير بعبايتها وشعرها على راسها، جابت تليفونها وكتفرج في الصور ديالها هي و أنور، و صوت دموعها كيتسمع لدرجة كيقطع في القلب. ناصر اللي طول فيها الشوفة هو يتنحد، بانتلو وقفات، يلا ضربت خطوة، مع خطات ديك الخطوة حتى حسات بالدوخة، بخوف منو دفع الباب ويدخل لعندها وقبض فيها، شافها وقال واش راكي بخير؟ آه, أنا بخير. حنات عينيها ليديه ويطلق منها دغيا وقال بدا تحس ما تبقاش جالسة بوحدك. حركت له راسها، وصلت للباب هي تقول خويا ناصر. ناصر اللي وقف دار عندها نصدورة بمعنى شنو؟ أنا ما غاديش يرجع ياك. ناصر تنهد ويدور عندها كامل وقال إكرام، هادشي مكتب، والمكتوب ممنوع ربي بغاه ندعي معاه بالرحمة. هو يخرج من الغرفة، ركب في الطوموبيل ديالو تما غير غادي كيدور ما عارف فين، الشمس مطنطنة والدنيا دايرة بيه، النظرة ديالها وعينيها حرقوه في قلبه، عارف بلي البنت حزينة بزاف وباقا مصدومة، ولكن الصدمة عليهم كاملين، راه فرد من العائلة اللي مشى. دازت ليا مطيرة، ناصر اللي كان كيتنقل من مدينة لمدينة مقابل الخدمة مع عند بطلتنا اللي باقا غير سادة عليها في بيتها، ولا كلات تاكل وجبة وحدة في النهار، الشيء اللي مخلي لها لبنة قلبها مقصحة على بنتها وما مطمئناش نهائيا ليها. اليوم يوم صداقة الربعين، العيالات كلهم كانوا جالسين ومعهم تا إكرام اللي غير هي وكتشوف البعيد، ما كتبش لها ربي تزوج بيه، ولكن كتعتبرو راجلها اللي مات راه كنبقى ليهم غير خطوة ويكونوا مكتوبين لبعض. لابسة عباية بالبلون قاسي وزيف اللي كان بلون الكحل، جالسة وكتشوف البعيد وساهية وقرآن بين يديها وكتسمع الطلبة اللي كيقراو القرآن. الحاجة شابة اللي دخلت للصالون بعكازها كانت دايرة لوشام، مرا قديمة ديال الزمان، مرا حارة والنور يضرب من وجهها، مرا جامعة من الحكمة ومن التاويل والحداقة ومن الأدب والصواب والدين. شافت جهة لطيفة ولبنى وحياة يديرهم بعينيها باش ينوضوا، نسى شوفوا في بعضياتهم، ناضو وقفوا على اللي لابسة جلابيتها اللي لابسة عبايتها وشيلانهم كلهم على راسهم. الحاجة شمس غادة حتى دخلت لبيتها اللي جا في السفلي ما كتقدش على الدروج. لطيفة قالت الحاجة خاصها شي حاجة. الحاجة شمالي مشات تجلس فوق الفوتوي اللي عندها، قربت حياة وقالت بلاتي امي نعاونك. امي مشي. الله يرضي عليك بنيتي. حياة اللي حركت راسها، ايوا جلسوا تبقاو واقفين مالكم في السبيطار، جلسوا شي كيشوف شي. الحاجة شما شافت جهة لطيفة وقالت ولدي أنور الله يرحمه ويوسع عليه ضيقة القبور. لطيفة قالت حيا يا أمي آمين. شافت الحاجة جهة لبنى وقالت كي بقات بنيتنا إكرام وكي غادي تكون الحاجة، اللهم لك الحمد، راكي كتشوفي كلشي على عينيك. باها
باه اللي صعيب وعمرو ما سمح الكلام الزين. شاما قالت نعرف راني كنشوف كلشي على عيني. الحاجة الحاجة شافت فيها وقالت درك راسك تعرفي لا جمعتكم. يا الحاجة حياة شفت بتغرب وقالت شطاري امي. اسمع بنتي واسمع لطيف هاد الكلام اللي نقول عجبك ولا ما عجبك الخيار ديالك. تقي الله في ديك البنزة وديريها بنتك. لطيفة قالت شكين امي. الحاجة شامة قالت وليدي ناصر وصلوا على سن الزواج والبنت امانة من عند وليدنا انور وخيرنا ما يديه غيرنا. لطيفة وقفت وقالت اش كتقولي امي. شفت فيها حاجة شامة وقالت كنقول لي كاين ولا اللي الدرية كنا غنتناسبو نتناسبو ما نخليوهاش شي حد اللي تكرفس عليها. حياة قالت امي واش ما كتعرفيش ناصر وحده داخله وحده خارجه وزيدو ما كيفكر في الزواج. لطيفة ساحت لبعيد هي تقول لا حياة بنيتي إكرام كان وليدي يحمق عليها وقال الكلام ديال الحاجة صحيح وزيدو مباها صعيب وما يقبل ليهاش تجلس في الدار. حياني على باها يحياني قطعيت من رحمة الله. كنت نشوفو هاد الأيام البنت إلا بغاتي تخرج تشم الهوا ما يخليها. لبنى اللي بدات كتبكي وتعاود ليهم على حال إكرام. صح با صعيب بزاف اصلا الشيء اللي خلاني انا كاع نفكر في الزواج من غير العيشه اللي كان محررها فيا با. لبنى اللي بدات كتعاود ليهم حتى تحل الباب غير تحل الباب كلهم مشلون من وجههم. وقفت لبنى وقالت بنتي اكرم ود محناس اللي من عينيها قالت ياك اما ياك اما ما حرمش عليك باقي حتى قبل ما نشوف كتقولوا هاد الهضره. خرجت هربات ليهم تبعتها لاله حياة وامها حتى لبرا شدوها حتى الباب وقالت لها حياة بنيتي وقفي امي انت اركبي ما عندي. لبنى قالت فين غادا فين مشي بحالي لدارنا. جلس بنتي. اكرم شفت فيها وقالت راه قسما بالله لا تزوجت لكم لا بيه ولا بغيره كتسمعي شتي انا هكا غنبقى حتى النهار اللي نموت عمري غدي شي حد من غير انور الله يرحمه. تسمع صوتو الخشن هو اللي كان واقف وراها طلع حاجه من كلامها وقال اش واقع هنا. إكرام اللي دارت هي طلعوا نزلت بواحد التخنزيرة قادت سيفها اللي كان طايح وشحال دخلت الفيلا وجلست حدا النسا. لا لطيفة ولا حياة ولا لبنى ولا الحاجة شامة بقاو غير شادين حناكم وكيشوفوا. البنت ما بغاتش ومستحيل يلبسوا عليها شي حاجة. وسيري أيام وشي أيام اش غادي نقول لكم البنات أصعب شعور هو تفرق الإنسان اللي بغيتيه من قلبك صعيبو بزاف. ما بقيت كنحس بالطعم ديال حتى شي حاجه وتا شي واحد شي حاجه ما كتفرحني وتا شي واحد ما كيعمر ليا العين قابله غير خدمتي. وصاحبي دازت تقريبا 4 شهور 4 شهور اللي دازت وانا هي انا النفسيه ديالي متدمره لا من ناحيته ولا من ناحيه با اللي محرر فيا العيشه وغير حاضيني. نهار بطل هو يقول لي شتي ما ناوياش تزوجي راني جبت لك فلان وفلان راني بغيت نزوجك بهذا وهذا ولكن انا في كل مره كنرفض وكندير الحجه وخبا بعيدا فيه ما ناويش على الخير. عند البطله ديالنا وسط لوتيل كانت غادا كتمشى لابسه فستان بلون الاسود شاده طابلت بين يديها وحاضيه الداخله والخارجه بحكم هي المناجير اللي مكلفه بالغيستورون ديال لوتيل. خدات نظرها جرات كرسي وجلسات حيت كنت حاسه بالتعب. جا عندها النادي واحد لاكاس ديال الماء شكراتو وشربات منه. جبدات ستيلو ديال الطابلت وبدات خدامه. في دوك الاثناء باركاو 3 ديال السيارات تحلوا البيبان وتما خارجين شخصيات اللي كانت مهمه ومن بينهم ناصر اللي جاي ضربت ليله على لوتيل ديالو غادي داخل كيتمشى بكل هدوء. اللي داز من حداه يحرك له الراس وورد ليه التحية ما فيه لا غرور لا تكبر. شنو نقول لكم هو وقعنتو خلاص مرة يسخنا في السما ومرة يضحك معاهم
انسان ما كيتفهمش. تم ناصر غادي داخل ومع دوك الرجال كيشرح ليهم وكيهضر معاهم، خاص قربوا الجهه ديال المطعم. هز عينيه وهو كيهضر معاهم، كانوا اولين باش يجلسوا يتغداو. ما هو داخل ما ضرب فيها نيشان، هي اللي كانت جالسه وساعه هي كتشوف جهه الساش. ناصر اللي خشى يديه في جيابو، هادوك اللي حداه كيهضروا وهو عينيه غير عليها. شافها كيفاش حيدت دوك النظارات الطبيه هي تجمع شعرها بواحد المقبض، الشيء اللي خلى رقبتها تبان بكل وضوح. دور عينيه شي واحد من هادوك اللي سكت ويزير على يديه فاش بالي كيشوف جهتها. خنزر فيه ودغيا قال غنمشيو. الرجل قال ولكن كنتينا غادي نتغداو هنايا. ناصر شاف فيه وقال وما بقيناش. هو يخرج دغيا من تم. حس ما بغاش يقول حس بالغيره، يقول بلي حس بالمسؤوليه جايتها وما بغا حتى شي واحد يشوف فيها شوفها ناقصه. ركب في الطوموبيل ديالو وقرر انه غادي يعرض دوك الاصدقاء على مطعم اخر. غادي يسيق، هز عينيه في المرايه يشوفهم واش باقين وراه. عاود جا في قبالته، تفكر داك النهار والكلام اللي عاودت لامو، الكلام اللي ما بغاش يدخل له الراس نهائيا واستهزأ بيه. ولكن علاش دابا كيطيح له داك الكلام في الراس؟ علاش عجبتو الهضره ديال ميمتو فاش قالت له نزوجوك وليدي الإكرام، دير فيها خير ودير فيك خير، حط الراس على الراس وانا معاك غادي تنسى كل شيء وتبداو في حاجه جديده. ولكن هو دار لهم النار في المسمار، ما دار لا حيحه لا والو، فقط قال لهم لا وكلمته عمرها ما كطيح. إكرام اللي هزت راسها جهة الباب، بانو لا شي ناس عاطين بالدار وغاديين. مدات ما جابتو عاودت حنات عينيها الطابلات ديالها. بدا التليفون ديالي كيصوني، كانت داتا لطيفة. ابتسمت وقلت خالتي لطيفة كي دايرة؟ لطيفة قالت لاباس بنيتي، ايوا راني مقلقة منك. إكرام بحشمة قالت خالتي راني عارفة غير ما كاين ما ولكن مالك بنيتي اللي ما جيتنا، راه كنقول لك هاد الدار داركم. غادي نجي ان شاء الله، غير سمعي راني درت مع ميمتك، راكم غتجيو عندنا اليوم وديروا معنا الكوتي. خدتوكو غير ما كاين حتى عذاب، جي مرحبا بك بنيتي. واخا شكرا. قطعت الاتصال وانا متوتره، كنبغيش نمشي لديك الدار غير باش ما نتفكرش انوار، واخا عمرو ما غادي تنسى ليا. خرجت بدلتنا من الخدمه، ركبات في تاكسي. انا ماما واش خرجتي من الدار ولا مازال؟ لا لبنى قالت واه سكتي. بعد نقول لك ماما ما كتهضري بشي واش واقع، وانت مع لبست جلابيتي طلعوا عندي شي عيالات. ماما ديك الساعه قول لهم راكي خارجه. لا لبنى قالت ولا واه بنيتي حشومه، يلا تجي للدار. ايوا صافي انا غادي نمشي ندير معاهم الكوتي ونجي. واخا بنيتي الله يرضي عليك. قطعت إكرام، هي تحط راسها على الساج وبقات مقابلة الطريق، واللي غادي واللي جاي وعقلها سارح وزاهي في ذكرياتها هي وأنوار. حسات وقفت السيارة حتى الدار، نزلت بطلتنا وسمات غدا كتدغدغ بكعبها العالي. دخلت للدار ولقات العائلة كلها مجموعة، بقاو كيعنقوني ويسلموا عليا سلام عزيز. الحاجة شامة اللي دارت لي بلاصة حداها والحاجة المخيرة تقربها ليا. ناس كيعزوني وكنحس بهم كيبغيوني. شافت فيا الحاجة وقالت لي يا بنيتي غير حيدي داك المونطو تلقيه صهدك. قلت لها صراحة سخون نيت. حيدت بطلتنا داك المونطو وبقات بداك الفستان اللي كان كلاس، اللي زيدات بويض وهكا كيشقشقو بالنقاوة والتفيرات مسبوغين. لا الحياة تولات فيها الشوفة وابتسمت وقالت والله ما كرهتها غير عروسة لوليدي. هي في البعيد وقالت الله يرحمك وليدي أنوار. بقيت جالسة معاهم ومجمعين. الحاجة قالت لي واه نزيدك كويسة بنتي غير كويس. قلت لها صافي عمرها غير حتى هنايا، وبدات كضحك معايا هي كضحك. لطيفة قالت الحمد لله اللي رجعت تضحك على وجهها. في دوك الأثناء تم داخل المساعدة حيدت له المونطو، سمع الهضرة وقال شكون كاين. المساعدة قالت خطيبتي أنوار الله يرحمه. غير سمع كلامها هو يعقد غباشتو وسرع في خطواتو حتى رمقها. جالسة في السداري والضحكة ديالها كتأثر القلوب
الضحكة ديالها اللي كتجر العين، ومستحيل تخلي أي رجل كيف ما كان سيليباتير ما يتوج فيها الشوفة. ناصر اللي قرب هو يعقد غباشته، حيد على عيني دغيا وقال له السلام عليكم، وتم غادي طالع جهة الدروج. لاله حيت غير شافت ولدها فرحات حيدتها وقالت وليدي اجي وليدي تشرب اساي. ناصر قال لا لا، صحة وراحة. إكرام ملي هزت عينيها جهتو طولت فيه الشوفة، كانت كتشوف فيه واش كيشبه لأنور. الساعة ما كاين حتى شي وجه حتى شابوه. أنور كان زعير شوية، أما هذا فراه حروفو كوحل وحرشين. حنات راسها وناصر طلع لبيسو، غير طلع هو يحيد لافيست حال دوك الصديف الاولين ديال الشميس. بقى غادي يجي هو يزير على يدي وقف واش درت فيا درت فيا، خرجي من عقلي. استغفر الله اللي بلا باش طراشي، ما يمكنش. لا فين عمرني تكدرت مع الهضره باش تخلي العقل هكا. الناس اللي ما بغاش يتفهم شنو هادشي واقع، علاش من دوك الشوفات القلال اللي شافها قدرت انها تسلب له عقله. هز الوراق اللي جا على قبلهم، شعل اللابتوب دغيا، قاد شي تخربيق وهو يبدل الجاكيت اللي كان لابس وجا نازل مع الدروج. في دوك الاثناء الحاجه شامه اللي كتقول عارفه مني تنزلي كويس ديال اتاي. قلت له والله الحاجه تبارك خص نمشي للدار بابا راكي فاهمه. يا بنيتي باك الله يهديه من نهار وهو قاصح. ناصر اللي تمهابط شفتو مدام حياة وقالت ناصر ولدي خارج. ناصر بلا ما يشوف جيسون قال وليدي دوز معاك اكرام. اكرام غير سمعت كلامهم دو ضربها، اما ناصر اللي دار شاف جيت اكرام طلع ونزلها برود وقال له انا في الطوموبيل ومشى خرج. اكرام قالت لا بلاش غنمشي لراسي. لطيفه قالت لا واه بنتي لا واه خرج يدوزك. هي اللي سكتات، لبست المونطو ديالها سدات الصديفات وتسلمت معاهم. خرجت حتى بالي في الطوموبيل، قربت دغيا حيت شتا كانت كتنقد. حليت الباب وانا نطلع مع طلع التربيه واحد البارفان اللي كان مخلط بريحه السجائر. كانت ريحه في شكل فكرتني غير في شي مرة طلعت واقيلا في طوموبيلتو في السيارة قطارات المطار كينزلو، ما جا فين يستقروا على ساج حتى كان كيدوز في كلاص ويمسحو بخلي ليه فرصة باش يشوف الطريق بوضوح. ما غفلش على صوت التنهيدات اللي كانت كتسمع في كل ثانية، بينها الزهم كبير زاير على الفولون. قاد الكول ديال بودي ديالو اما الجاكيت حيدها وحطها اللور. ندقو قال بديك البحر الرجولية ديالو الله يرحمه كنا ليها. إكرام شدات في ساكها ودارت لعندو، شفتيه باستغراب وكأنها كتسولو كتقول له كيفاش قريتي أفكاري. نطق بحرقة وقال أنور عمرنا غنساوه ولا نقدرو نتجاوزو الموت ديالو، ولكن رخفي على راسك. هو يمد ليها مشوار. إكرام اللي بقات غير مصدومة من هاد الشخص اللي من ديما كان كيخلعها وكتعطيه اتساع صدق حنين صدق زعما كيعرف يهدر. قربت خدات من عندو المشوار حتى لمسو أصابع يديه وكأنهم غير ما زادوش على ديك النار اللي شعلة في قلبه. خدات من عندو المشوار بدات كتمسح دموعها وقالت اسمح لي على الخدمة كنت أهملت هادوك الأيام. ناصر قال راكي محسوبة من العائلة نساي لي هاد الهضرة. توقفت السيارة قدام الباب ديال دارهم، شافت البلاصة فين وقف. أنا فين كان كيحطني ديما، أنا فين كنتكلم أنا وياه. هي كتكلم في كل كلمة كتنطق بيها كانت وكأنها كتغرس سكين في قلبه، كانت بحال النار اللي كتنزل على قلبه وكأنها حمام بركانية. كان كيشوف فيها واش يشدها يشويها ولا يعصيها ولا يجبد سلاحه ويخسر لها قرطاسة وحدة. كان باغي يتكسب بأي طريقة كانت، ما كرهش شكون قتلها وقتها قتل راسو ويتهنى من هاد اللعنة اللي حاس بها سبعاه. ناصر زير على يدي وشاف فيها وقال الله يهديك. إكرام قالت سمح لي نسيت راسي. قرب هو يمسح ليها دموعها،
شفتيه باستغراب وهي مستغربه من هاد الجرأة ديالو. ناصر ما بغى يحيد يديه مع كندير واحد البلاصه وسقلها في شعرها. اكرام قالت اي بلاتي قرب لعندها، قرب راسك باش ما نتفكش. اكرام قالت كتنتفني تادني. قرب لعندها اكثر وبدا كيحاول يفك البراسلي حتى قفزو بزوج بيهم الجره اللي جرات راسها حتى بقى شعرها الفقر في البراسلي. تسمع صوت قال لعنة الله وعليكم اش هاد الحاله. اكرام اللي شافت باستغراب حلت الباب ونزلت وقالت مالك يا خالتي رقيه. رقيه كانت جاره اللي هزت التقديه في يديها وقالت تبارك الله على بنت الحاج. يا اختي ما عطلتيش كل نهار موقفك الطوموبيل. شتيها وقلت لها رقيه اش كتقولي ياك ما تخلطك مع بنتك. ايوا جيت تشوف رقيه اللي ما رضاتش من الهضره ديال اكرام وجلست تطيح الباطل وتغوت الدنيا تجوقات. الحاج اللي بالصدفه كان عاد راجع من الفرماسيان هز الدواء ديال الكحه بين يديه. قرب هو دايز حتى عقدو باشتو فاش بالو داك المنظر والجوقه المجوقه قدام باب دارو. قرب وقال اش طاري. ناصر شاف فيها وقال احسن من راسك لاله عرف اش كتقولي. اكرام اللي وقفت عند ناصر وكانها باغاه يحميها ولاني غير باليها باها السيده بدات تصفر وتخضر وتزرق والرعده شداتها. صعيبو بزاف حرر فيها عيشتها. باغي يتزوجها باي طريقه كانت. حس بلي البنت بلاصتها خص تكون في دار راجلها. البنت مسؤوليه كبيره بالنسبه ليه. اكرام شافتو وقالت له بابا. الحاج اللي كان واقف ما راضيش حس بها وكانها طعنته في شرفه. زير على يديه وقال اجت الحاله. طلع الناصر ونزل وقال وشكون هاد خونا اللي وصلك. وضيق عينيه كيحاول يتذكرو. الناصر قرب ويمد ليه يديه برجوله وقال الحاج وقال ما قلتش عليه انا خو انور الله يرحمه. الحاج شاف فيه وقال ودقان في الخميره ما تيسمع ولدي. ناصر قال الحاج وقال راك فهمتيني غلط. كان حشمات بابا راه غير وصلني ما كان وصلني لا والو. اش الفضيحه ديالي اللي انت هنا ستي قدامي مع جرها يديها. ناصر ما قدرش يتحمل. هي ديالو ما منحقدش واحد كيف ما بغى يكون انه يجرها بديك الطريقه. حس براسو غيدير فضيحه صحت يدي على سلاحو. لا ناصر شاف البعيد وهوب هو يجرها من يد الاخرى وجرها لعندو. اكرام اللي تصدمات من ردة الفعل ديالو. ناصر اللي شاف الحاج وقال ما من حقكش تظلمها وكي قلتي الدقان في الخميه ما كيسمعش انا قصدت الباب الكبير وناوي الزواج على بنتك على سنة الله ورسوله. اكرام شافت فيه وقالت اش كتقول نصدق مني. ناصر اللي كان كيشوف فيها هذيك الشوفه ديال الركي ديالي. اما الحاج اللي شاف فيه هو يقرب وقال له كدوي بصح. اكرام قالت لا بابا غير كيتفلاو. طلعي للدار بابا طلع للدار. اكرام اللي شافت في ناصر ديك الشوفه ديال طلعتي حقير ومشات طلعت لدارهم وهي كتبكي. اما الحاج اللي شاف ناصر هو مضيق فيه عينيه. ناصر ابتسم خدم كاع الصواب والحيل اللي عنده وبسهوله او نقولوا بصعوبه بصعوبه قدر يقنع الحاج. الفقيه اللي غدا جايه وكتبكي. لا لبنى قالت يا هاد البنت غيجلسوا شي حاجه مزيان. قلت لها قلت لها غنشرح ديك القيه بنت الحرام دارت لي الشوها. جا بابا بدا كيغوت فاش شافو هذاك وقلب بغى يدافع عليا وقال ديك الهضره ماما وفاش غندير. الحاجه قالت لا حول ولا قوه الا بالله. ناصر هذا ماما طلع الحاج هو كيف الناس شاف فيا وقال له ايوا جلس على الارض. قلت له شنو قاعد نهضر معاك. جلست وانا كنشوف ماما بخوف. الحاج مسح على كرشو وقال له ايوا بنتي الله يكمل بالخير. شو قلت له بابا انت عارفني بلي انا ما باغاش نتزوجو. اسمعي نقول لك حاسك تعرضها وداك السيد هو اللي سدي ولد عائله شاريك وباغيك. لبنى قالت الحاج لبس باقي ما نسات المرحوم الله يرحمه كان من اطيب خلق الله وليني البنت تاني راسها غضبانه تكمل حياتها. هي اللي شفت باها وقالت حرام عليك عمرني غادي نسمح ليك. قالت له هاد الكلام ومشات كتشري البيتها سدات عليها وبقات تبكي
تبكي بحال الحمقى، ولكن ما باليد حيلة. أما عنده هو اللي مشى المطعم، تعشى بهدوء وهو مصنت لمخو. ناض من بعد ما خلص ركب في طوموبيلتو وشد طريقو نيشان للدار. تم غادي داخل رامي الجاكيط على كتافو، داخل وهو كيصفر، حتى تسمع صوت قال ولدي، وعينا نظنو ليك ما كتجاوبش. ثاني وقال خبر خير الوليدة. لالا حيت قربات وقالت كيفاش وليدي خبر الخير؟ واش الحاجة جا طلات وقالت عجيتي يا وليدي؟ يا انت مالك تسبق الفرح بليلة؟ ناصر شاف فيهم وقال إيه سبقوني. طولت فيه الشوفة لالا لطيفة وقالت وليدي ناصر، انا راني عارفك مربياك انت وانور، كلاش من طبسة الواحد، ولكن هاد المشاكل درتي ناصر قال انا غير حومتها، كان عندها مشكل مع باها، الحلال عمر شي حد معيب عليه، او لا انا راني ما دخلتش من شرجم. لاح ليهم هاد الكلام في وجههم وطلع مع الدروج، خلاهم غير مصدومين. هما فعلا كانوا ناويين يديروا تدخل، ولكن ناصر لخص عليهم بزاف ديال الطريق. نصرحوا شويه الاحداث اللي ما كانت فيهم حتى شي حاجه سبيسيال. بطلتنا اللي كانت كتحاول تشوف شي طريقه باش تفك عليها هاد الشيء، ولكن باها الحاج كان مصمم وكيقول نوني اسود العيون غادي نزوجك لناصر، الوليدي ناصر اللي يعلم الله اش دار ليه تدخلو الخاطر والقلبو. اما ناصر اللي هاد الايام كلها ملاهي غير مع الخدمه، ما نكذبوش باللي اكرام كتحلو في بالو بزاف. حس بها دخلت له مع العظام، حس مشاعر كبيره جهتها. صات بضيق، هز التليفون ديالو دوز الخط للرقم ديال السكرتيره، جيبي لي الوراق وجدي ليا الشيبه من هنا نص ساعه. اوكي مسيو كون هاني. ما حتى التليفون بدا كيصوني، هزو ويلقى الوالده ديالو. الو الوالده، نطقات وقالت الله يا ولدي الله، واش انت غير ترمي الهضره وتزيد؟ فينو الصواب؟ فينو الاداب؟ راه خصنا نمشيو عند البنت. ناصر شاف البعيد وقال زعما ما كاينش شي حاجه دغيا صافي كسبوا الكساب ونمشيو بحالنا. الحاجه قالت لا واه ولدي، الخطبه بعدا وديك الساعه الزواج، اما شي عرس راه ما كاين هاد الساعه. ناصر قال ما عندي ما ندير بالعرس، ومرجي ما بغيش العدو البديو يشوف فيها. لالا حيات شفت شي لطيفه حيت التليفون كان كيسمع. لطيفه اللي تنهدت وقالت الله يرحمك وليدي. المهم ديري مع الناس الوليده بيتغدى، نجي نطيحو العقد وكل شي، ولكن عاود توت بدا التليفون كيتقطع. لا لطيفه نهدات وقالت ناصر هو ناصر خيتي، ما عندك ما ديري. حيات قالت ولاني اختي لطيفه نديرو الصوابو. لطيفه تنهدات وقالت خلي الامور تمشي كيف ما بغا، ما حد هو باغي. انت عارفه باللي اكرام كنعتبرها بنتي، وما نرتاح حتى نطمئن عليها ونشوفها مع الراجل اللي تهلا فيها، وانا متاكده بلي ولدك غيعاملها كما كان غيعاملها ولدي انور. لالا شامت نهدات وقالت ايه والله يرحمو يا سيدي ربي، شوينا فيه مسكين. اما اكرام ديك الايام كلها ما مشاتش للخدمه حيت باها اصلا حبسها. عارفه تبغي دير شي حاجه في راسها اللهم يشوفك تبعيني في الدار ديالهم اللي كانت عامره. خالتها جا وجات جداتها من البلاد، جالسين في الصالون مجمعين وكيضحكوا. اما اكرام شاد داك كويس ديال الاتاي بين يديها اللي برد وهي باقي ما شرباتو، ساهي وكل شويه تنهد. ضحكات صديقتها وفي نفس الوقت بنت العائله اكرام. سامية خفاف تختي. اكرام تنهدات، هي تشوف البعيد وقالت ماما اللي صيفطاتك ليا ياك؟ ضحكت الهام وقالت والله واخا ما صيفطني خالتي، حالك راه ما عجبنيش. قلت لها وقلت ليها الهام انا راني ما باغاش هاد الزواج، راني كنحس براسي. نوضي من هنا، نط حيت كون بقيت شويه كنت غادي نبكي قدامهم. دخلنا لبيتي وانا نسد
جلست فوق السرير وقلت لها راني غنتسطى غادي نهبال، انا راني ما باغاش، راني كنحس براسي كنخون انور. ايه صفرت الله، واش انت كديري شي حاجه اللي حرام؟ وسيدي ربي وحلل هادشي غتعرفي احسن من سيدي ربي. شتي قلت لها راكي ما غاديش تفهميني. ايلام قالت لي شوفي اكرام غنجيك الهضره ديال المعقول، انت بنت صغيره وزينه ورزينه، باك غيبقى يدور يدور تيجيب لك شي جلاخه، وانا على ما سمعت السيد باغيك وشاريك والله يعمر ليه الدار. تفكرت في كل مره كنت كنشوفو فيها كيبان صاري مقاصح، كيبان غامض وما كيعرفش يضحك. شمن هذاك راه شوفها فيه كتخلعني، راه م- راه راه هذاك خاصو شي شطامطه، انا راه ما نقدش عليه. ايران ضحكات وقالت ايوا الحاجه الصعيبه ديما زوينه، قالت انت غير راجل ساهل. شوفي نقول لك توكلي على الله، ديري صلاة الاستخارة اش خاسرة، ولكن ديري صلاة الاستخارة، واللي بغات دير به اللي غادي تقوى نوضي سيري توضي وصلي لك شركيعات. إلهام خرجات، هي تلقى لبنى اللي كانت واقفة ولابسة طبليتها، خشات البريكة في الطبلية وقالت أنظرة بنتي. إلهام جراتها الكوزينة وقالت أنا خالتي دارت لي عليا، دويت معاها ودرت لها العقل، بنت هي دارت بريي. المهم بلاتي اللي فيها الخير خالتي، وزغرتو بداو يزغرتو، تزغريت اللي تسمعت عندها هي اللي كانت كدير السيف، تنهدات ودارت النية وصلت صلاة الاستخارة. داز هاد النهار وجا نهار جديد حمل في طياسو أحداث جديدة. حليت عيني على الصوت والهرج في الدار، مسحت على شعري، بقيت مسكية في سريري مدة. تفكرت الحلمة اللي حلمت بالليل، كانت حلمة في شي شكل، حلمة اللي غريبة وبزاف. حلمت أنا وناصر في مكة وكندورو أنا وياه ومقابطين اليدين. كانت حلمة في شي شكل ما عرفتش، لكن عجباتني، كان واحد الشعور غريب. نطو دورت عيني، قربت حليت بلاكاري، مع حليتو هزيت سكادر ديال التصويره ديال انوار، طولت فيه الشوفه وقلت الله يرحمك انوار، وهزيت عبيتي لبست عليا وحليت الباب جيت خارجه. شافتني امي وقالت الله يا بنيت الله، عروسه لابسه الكحل، حيدي هاد اللون. جاب السيزاء وقلت على اساس فاش لبست البيض كان زهري زين، خليني امي عافاك كاين الفطور. الحاجه غمزات ليها باش تخليها على خاطرها، ضحكت لها حياة وقالت لا واه بنيتي لا واه جبناها لك قفيطين زوين لبسيه. انا اللي حشمت من خالتي حياة، شفت فيها خالتي لطيفه وقالت عافا بنتي ديري لنا خاطرنا. ماما هو باغي لي هاد الزواج. ما عرفتش، يمكن توكل على الله. حست باطمئنان غريب وشعور في شي شكل. دغيا تعشت العشيه، اكرام دوشت غير في دارهم، طلعت عند الكوافوره اللي كاينه غير في دربهم، قدات ليها شعرها والميكاب ما بغاتش ديرو، اكتفت انها دير ميكاب بيديها، دارت شويه ديال الماسكارا وبلاش هكاك خفيف. والصراحة جا زوينة وميكاب جاها خفيف ظريف. قال لي شافها بدا كيعشق على النبي وصليو عليه. بطلتنا اللي بقات جالسة حتى خرجوها للصالون، كانوا العيالات جالسين وليدات صغار كينقزو يلعبوا، فضلنا كلشي يكون في دارنا وغير الأقرب مقربين اللي يجيو. هي اللي كانت جالسة في الطرف ديال الصالون، قدامها الطبلة بلي ناب ديالها ريحة البخور فايحة، كانت أجواء راقية وزوينة. ولالا لبنى وقفت على الشغل هي ولا خواتاتها، وطبعا لا لطيفة وحياة ما خلوش من جهدهم. الحاجة شمال اللي جالسة وهي مبتسمة، كل شوية تقد سيفها وتشوف جهز إكرام. نهار الأول تمناتها عروستها ما كتابش، ولات عروست ناصر الحفيد العزيز، الحفيد الغالي الكبير، فرحان وما قدها فرحة حيت غطمئن عليه اللي هو مع بنت الناس. أنا اللي كنت جالسة كل شوية نهز عيني جهة الناس اللي تخلي بالك، جاو بنات الجيران اللي قراب، عائلة اللي قراب، وأنا غير كنشوف بعيني وساكتة. عاودت هزيت راسي، بديت كنقلب بين الحضور، ما بانتش ليا رجوة كاينة، رجوة اخت انوار بينا غتكون كرهاني وما باغاش هاد الزواج. غمضت عيني وحليتهم، حتى سمعت الدراري الصغار كينقزو كيقولوا واو العريس جا جاب طوموبيل زوينه، وكينقزو هما فرحانين.
ما كذبش عليكم، في ديك اللحظه زيره ليا قلبي، في ديك اللحظه ما كرهتش نوض ونقطع الثوب اللي فوق لحمي، نغوت ونقول لهم ما بغيتش، ولكن كنثبت راسي، كنشوف وجه با اللي فرحان، وجه امي اللي فرحانه ومطمئنه. كنثبت ونطلب سيدي ربي يرزقني بزاف ديال الصبر. سمعت الهضره كثيره ديال الرجال، ميزت صوتو من بينهم، داك الصوت اللي ربي عطاه ليه، صوت خشن فيه واحد البحة كتخلي الكل في الكل يسمع ليه مزيان ويركز. ناصر يا ناصر اللي بقى مدة في طوموبيلتو، شاف البعيد بحال البواط اللي عنده تم، هز باغفون ورشو، هو قصتها، شاف واحد البواطة صغيرة وبواطة أخرى حداها، تنهات بحالها، كان فيها خاتم، خاتم راقي وزوين، خسارو على دوقو وتخيلو على يديها. تم طالع، سمعت كلشي كيتكلم وبداو كيزغرتو، زيرت على داك القفطان اللي لابسه، هزت عيني جهتو، بان ليا داخل وهز راسو للسما، كان لابس كوستار بلون الكحل، شميس بلون الابيض، ساعة كتبري على يديه، قرب ودخل بسباطو، من بعد ما خلاوهش يحيدو، دور عينيه جيت الصالون، ابتسم ابتسامة خفيفة ودغيا جمعها، جات عيني فيه غشتو شاف جهتي وانا حين عيني دغيا. اما ناصر اللي قرب هو كيشوفها، رجع بيه فلاش غير نهار ديال العرس، طول فيها شوفو وحس بنغزة في قلبو، قرب لعندها وهو كيقول ناصر ما كدير غير الحلال، راك كدير غير الحلال. قرب هو يجلس، بقات كتلعب بيديها وهي كلها توتر، عاودت هزت راسها وحناتو دغيا، شافو فيه وبداو كيضحكو قالوا يا وليدي سلم على عروستك. ناصر بهدوء دار راسو ما سمعهمش، اما اكرام اللي بقات حاطه راسها الارض وكتقول يا ربي ما يسلمش، يا ربي ما يسلمش، حتى بلي السيد اصلا كاع ما مسوق، ميلت شفايفي، جبد التليفون ديالو بليا كيخربق فيه، ومن بعد جمعو، حط يديه بجوج على رجليه، رميت عيني ليديه صراحة نقية، ساعة في يد وليد الأخرى فيها براسلي خفيف، طولت شوفها في يديه حتى سمعتهم كيهضرو كيقولوا ايوا تركبوا الخواتم ياك، وزادو كيضحكوا، تحطوا جوج بواطات ديال الخواتم، طولت فيهم الشوفة، نهت تنهيدة طالعة من أعماقي، تنهيدة اللي وصلت لناصر، اللي شاف البعيد هو يطحنا، هز بواطة وهو يهز الخاتم، دار لعندي وقال غنركب لك خاتم إكرام. إكرام عرفتو كيخاطبها، بقات جمع يديها عندها، انتقبض وقال نقدر نمشي إلا بغيتي ونفرتكو هادشي. غير سمعت كلامو هزيت عيني جيتو دغيا، شفي ديك الشوفة ديال منيتك. ناصر قال في جميع الحالات أنا ماشي راجل اللي يترفض، النهار الأول درت داكشي غير باش نعاونك، انت النهار الأول خرجتي لي وخرجتي على راسك. بداو العائلة كيضحكو كيقولوا يلا عطيها بنتي، وهما متوترين، طولت فيه الشوفة وانا نهز يدي ومديت عليه، الناصر اللي قبض في يديها واليد الاخرى ركب ليها بها الخاتم، استغربت جاب القياس هو هذاك، ميلت شفايفي وتفكرت غير خطوبتي مع انور فاش كانوا جابوا الخاتم صغير عليا، طولت الشوفة فيه وكأنني كنقولو كيفاش عرفتي عبار ديال يدي. اما الناصر بهدوء شاف فيها، قربت لها اللبنة وعطات ليها البواطة وقالت هاكي بنتي ركبي لي الخاتم. خدات إكرام الخاتم وهي كتشوف فيه باستغراب، حنيت عيني ليدو وركبت له الخاتم وانا متوترة، تحنى لودني وقال مبروك علينا. خنزرت فيه، دخل العدول وعطا لينا باش نوقعو، سنيت على زواجي بيه، شفت الرقم اللي كتب ليا في الصداق وبقيت غير مصدومة، ما علقتش وبقيت ساكتة. قراو الفاتحة وبداو كيباركو لينا ويزغرتو وانا غير مصدومة، حاسة براسي مرفوعة، واش طرا فيها وليت مكتوبة عليه وليت سمرتو زوجتو على سنة الله ورسوله. بارك ليها، هي اللي بقات غير كتشوف فيه وهي مصدومة، ناض جمال وقفة
ومشى خرج لعند الرجال. مع دخل عند الرجال بداو كيسلموا عليه ويباركوا ليه وهما فرحانين ليه. اما اكرام اللي بقات جالسه هي لاش كيضحكوا ومجمعين، وانا غير كنشوف. ما عرفتش واش نقول لكم، دازت ساعه ساعتين ثلاثه حتى لقيت راسي في بيتي لابسه عليا مونطو كلاس فوق كسيوه و حوايج ديالي مجموعين. ما ديتش حوايج كتار. جا خويا الصغير نس ليا الفاليز ديالي، كنت معنقه ماما حتى حيدها بابا وقال بنتي انا اللي درت عند بابا. شاف فيا مطول وقال غيجي النهار اللي صار في خديت هادشي كله درت هادشي كله غير لمصلحتك بنتي، ما باغيك شي تغرقي وسط الظلام. شتي قلت له بابا نتوحشك. يدير اللي دار، كيبقى بابا حبيبي وعارفه نيتو مزيانه. عنقت وزيرت عليه وبقيت نبكي. خلاو لا لبنى ولا لطيفه ولا حياة ولا شامه، كلشي كيشوف فيهم ودموعهم نزلوا. تعانقت مع باباها وبكات وشتات خضراء. كانت كتبكي حيت غتبعد على عائلتها، وكانت كتبكي على زهرها ومكتابها واللي كان حدا هم واقف. سلم على العائلة، عطاهم صوابهم ومشات تبقى ركب في الطوموبيل. إكرام اللي دارت مبقاش ماما وقالت ناصر كيتسناك بنيتي نتلاقى في الدار. حركت لها راسي وانا ندور، شفت الطوموبيل مطولة ومشيت ركبت في الطوموبيل وجريت السمطة. مع طلعت ما نطقنا نتكلم وحرك السيارة. إكرامي كانت كل شوية كتنهد حتى استغربت من ناصر اللي مد يديه وطلق القرآن الكريم. بقى القرآن مطلوق في الطوموبيل وكأنه كان البلسم يسحط على قلبها وبدا كيجمع في جروحها. إكرام اللي بقات مستغربة وكتقول ياه كيتسمت القرآن. ناصر اللي قال قربنا للطريق ما غاديش خصك شي حاجة في الطريق. درت لعندو قلت له لا شكرا ما خصني والو. ناصر سكت وما جاوبهاش وكمل على طريقو حتى دخلت الطوموبيل للدار. نزل من السيارة، نزلت إكرام وهي كدور عينيها في الدار. ياما مرات جات ليها ولكن هاد المرة جاية بصفة جديدة. شاف جيتي ويدي لي بيديه تفضلي وتمينا انا وياها غاديين داخلين. وصلنا الباب ديال الدار هما يبانو ليا هادو كيديرو سبقونا. كانت خالتي لطيفة وخالتي حياة والحاجة ومعهم عيالات اخرين بين عيالات العائلة. كاينه اللي كتشوف فيا بنظرة وهي فرحانة، وكاينه اللي كتشوف فيا باستهزاء، ومن بينهم كانت رجوة اللي واقفة وهي كتطلعني وتنسلني. رجوة جات من طنجة لكن علاش ما حضراتش؟ ضحكت باستهزاء على افكاري. راه باينه علاش. قربت هما يمدوني لينا صينيه فيها الحليب والتمر. ناصر شاف الحليب ويشوف جيش اكرام وقال تصبحوا على خير ولدي وخذ لك بعدا غير تميرات. ناصر قال ما قديتش على الوالده. اكرام قالت حتى انا ما قديت شكرا بزاف، ومشات غاده تبعاه وكانها هاربه من النظرات ديال رجوه اللي كانوا قرطاس كنت يراو فيها. تميت غاده تبعها حتى طلعنا الفوق. دخل الغرفه بقيت واقفه عند الباب. ناصر اللي دخل بساعد حيد لافيست ديالو رماها هو يتني الكمام ديال الشميس. بقى عطيها بالدار وقال غتبقاي واقفه تما ما غتدخليش. ناصر خصنا انا وياك نهضرو. هي تسكت فاش تما جاي المساعدات جارين لي فاليز ديالها وكيشوفوا فيها غير بنص عين. داروا ما جات من النظرات ديالهم. اما ناصر اللي دار وشاف ديك المساعده شاف اكرام كيفاش ما مرتاحاش. المساعده توصلت للباب ويقول انتي سميتك؟ المساعده دارت وقالت نواره مسيو. غدا ما نلقاكش هنا انت مطروده. اكرام اللي ترتقات في عينيها. اما المساعده اللي قالت حرام عليك مسيو شنو درتو؟ سدي معاك داك الباب. المساعده اللي الدنيا دارت فيها وتصدمات. اما انا اللي استغربت شفت فيه وقلت له حشم عليك تقطع لي رزقه. ناصر شاف فيها بهدوء، عطاها بالدار كيحيد في الشميس ديالو مقابل مع المرايا وهو يقول باقي ما تزاد هذا اللي هي ليا مراتي كتسمعي؟ هي اللي شافتيه بصدمه. إكرام بعد ما كان جرى الفاليز
سكت على الحركة وهزت عينيها فيه، بالضبط كتشوف انعكاسه في المراية. انا ماشي مرتك، كنتمنى تفهمني. تما غادا داخله الدريسينغ، ما حسيت بيه غير هو اللي هوب بطل من يديها وقال ما تسنيش مني نوافق، نقول لك واخا ويبقى زواجنا على الورق. انا راجل باغي مرا في جنبي، مرا اللي تخلي فراشي، ماشي نمثلو انا وياك تمثيليه ديال الدراري الصغار. اكرام قالت عافاك طلق مني، شاف فيها وقال غنعطيك وقت، ما تسنيش مني شي حاجه اكثر من الوقت. تصبحي على خير. هو يطلق منها ومشى دخل للدوش. اكرام اللي بقات كتصوت غير بوحديتها دخلت للدريسينغ وبقات غادا جايه. يا سيدي ربي انا ما نقدرش نتخيل راسي مرتو بصح. هو هو راه غير شوفها فيه كتخلعني. تفكرت الكلام اللي قال لي ديال انه ما يسمحش لشي حد يهيني. حسيت بشعور غريب ولكن دغيا طرد دوك الافكار كاملين. جبت حوايجي وخديت منهم بيجاما كانت طويله ومزيانه، جمعت شعري ضفيره، خرجت. بانت لي الغرفه خاويه وانا نقرب ومشيت تخبط فوق السرير. ما بغيتش نفكر في حتى شي حاجه واستسلمت للنوم. اما عنده هو ناصر اللي كان جالس غير في البالكون عارفها ما شافتوش. طفى الكارو ديالو في الطفايه. ناض بقى كيطل تاهي وكيشوف البعيد. بالعنيق وحسس حركة تفاحة آدم في حلقه وقال أنا موكل أمري لله، تنشوفو هادشي فين راح يوصلو. أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح جديد حامل في طياته أحداث جديدة. إكرام اللي فاقت حلت عينيها ودورتهم في الغرفة. بنت لها الغرفة مجموعة وبوحديتها في السرير. فين غيكون باس هذا البارح؟ هزيت كسيف وقلت ماشي شغلي. مشيت دخلت نيشان للدريسينغ، بقيت كنشوف الحوايج مدة. هزيت فستان اللي كان باللون الأسود ومونطو تا هو كحل، لي بوط ديال الجلد عاليين كحلين. درت ليبا من التحت، طلقت شعري ودرت ميكاب خفيف. خرجت من الغرفة وانا ما مستعداش للأسئلة ديالهم. هبطت لتحت وبانو لي العائلة كلشي جالس كيفطر، وناصر كان جالس مترأس طاولة من الجهة الأخرى. قربت بهدوء وقلت لهم صباح الخير. ضحكات خالتي وقالت صباح النور بنتي. لطيفة قالت صباح الخير بنيتي كي صبحتي. مزيان. جلست واحد الكرسي بعيد بغيت نجلس، نطقات الحاجة وقالت راه هو الكرسي ديالك بنتي، راه خلينا عليك خاوي. هزيت عيني فين كتشير، لقيت جهة ناصر على جنبو اليمين. ابتسمت ليها ابتسامة صفرا ومشيت جريت الكرسي وانا نجلس. معاه هزيت كاس ديال القهوة وينطق ناصر وقال ما تولفيش ديك الناس بديك الناموسية كاملة، كتافي راه تهرسو في داك الفوتوي. إكرام اللي وحل ليها القهوة وبقات كتقول اسكت اسكت بنيتك. ناصر اللي شاف فيها برود واحد كاسو وقال بصحة وراحة نمشي للخدمة. إكرام حطت حتى هي كاسها وقالت سأل برك عليا غادي نمشي للخدمة. ناصر معاه جا الكرسي وناض، غير سمع كلامها هو يدور عندها باستغراب. خدمة؟ شامة قالت لا بنيتي راكي باقا عروسة جديدة عيبو. لا الخدمة خليت شي حوايج مهمين بزاف. ناصر قال انا مول لوطيل، اي مشكل كاين غادي نعطيك رقم السكرتيرة وتفهمي معاها. لا بغيت نمشي للخدمة. هي تشوف فيه بتحدي. كيبان لي غنمشيو نفطرو انا ومرتي برا بصحتكم. هو يقرب وجرها من خسرها مزير عليها. الكرام اللي بقات هادية حتى خرجوا لبرا يتنطر وقال طلق مني، باقيش تقصد فيا ناصر، ما باقيش تقصد فيا. ناصر شاف البعيد هو دور لعندها وقال شنو ندير باش نخليك تشوفي فيا، شنو ندير باش نخليك تنساه. إكرام قربت لعندو شفتيه وقالت واخا ما عرف شنو دير، مستحيل تخرج من قلبي، والخدمة بغيت نمشي ليها ما غنبقاش انا جالسة في الدار. هي تمشي باتجاه طوموبيلتها اللي جابوها ليها. قربت للطوموبيل، هي تطل عنده وقالت السر ديال طوموبيلتي يعني وين كاين.
ناصر بورود قال دبري مخك، ويقرب وطلع في طوموبيلتو. هي اللي زيرت على يديها، قربت عند العساس بدات كتسولو الدري اللي كاين عنده سخروه للمدينه وانت ودا مع الساروت. اوف يا شنو غندير دابا؟ ميلاد شفايفه هي تشوف الشوفور وقالت واخا توصلني. الشوفور قال طبعا انا مدام اكرام. ما نطقت بتا حاجه، ركبت في الطوموبيل اللور وزاد مشات نيشان لوطيل. دخلت وبقات مقابله الخدمه ديالها. بدا التليفون كيصوني، كانت ماما. الو يا المسخوطه، كاين شي عرسه تصبح خدامه. ماما الله يهديك، راه هاديك وقت وهادي وقت. لا اللبنه قالت الله يهديك يا بنتي، الله يهديك سيري قبلي دارك وراجلك. ماما الا صونتي لي غير على هادشي نهارك مبروك بسلامه. هي تقطع، حطات تليفونها وجلست في البيرو، دارت يديها بين راسها وبقات شحال هي هاديه حتى سمعت دقان في الباب ودخلت عند السكرتيره. مادموزيل خصك تضربي دورة في لوطيل باش تشوفي شنو ناقص. حركت لها راسي وانا ندفع الكرسي ونط. الله ياخد فيك الحق ناصر، الله ياخد فيك الحق. نكرهك. زيرت على القبضة ديال يديها ونسلاس مقابل الخدمة. أما عند ناصر اللي كان في الشركة غادي جاي غادي جاي عاقد غباشو معصب، حنا عينيه وقال كيفاش كديرو غلط بحال هذا؟ واش انا اي حاجه خصني نديرها بيدي؟ الكارد قال اسمح لي يا بوس، راه نسى، انا اللي غادي نمشي. قاد جاكيت ديالو هو ينزل، ركب في الطوموبيل وشد الطريق نيشان حتى وصل للمزرعة. نزلو بدا كيدور عينيه يمين شمال هو عاقد غباشتو. قرب لجهة الإسطبل حتى بان ليه الخيل مسكين والبيطاري حداه. وقف عليه وقال كيفاش بقى عليه؟ البيطاري قال ما فهمتش، ولكن غالبا ما ردليتيش حد البال. ما فهمتش مزال عاقد داقة الخلو وتجي حد محاضيها مسيو، وسمحني على هاد الكلام. نص زير على يديه وقال انا اللي مخدم معايا يد مادم، غير من موت ديال الانوار تشغلت وصاف. البيطاري قال الله يرحمه. امين. عطا ناصر بالظهر وتم غادي داخل المزرعة وهو كيدور عينيه. المزرعة اللي دوز فيها الشباب والمراهقة ديالو هو أنوار كانوا ديما كيجيو ليها، كيدوزو فيها وقت اللي كان ممتع وذكريات زوينة. دخل ناصر وبدا كيدور عينيه في الدار. دخل الغرفة ديال أنوار، عينيه غرغرو بالدموع. نهد نهيدة طالعة من أعماقه، تقبض عليه قلبه وحس براسو مزير. لا حول ولا قوة إلا بالله. دار دار وعينيه مدبين بالدموع. آي ضرب رجليه مع واحد المجر كان تما، شد على رجليه ويزيد خطوة حتى رجع للور. فاش بانلو ساروت طايح حدا المجر، تحنا هو دور ساروت شاف داك المجر وهو يقرب غير كفضول منه حل المجر. بانو ليه صور وواحد الكادر ديال التصويرة كان فيها ناصر مع أنوار. بساتم هو كيشوف الصورة يلا بغى يردها حتى بانو شي وراق تما. استغرب واش بدوك الوراق يشوف ديالاش اشنو اللي خلى المرحوم. بدا كيقلب في دوك الوراق، اقتطاعات البنك. دورهم بين يديه كيشوف فيهم وهو يخشيهم في المجر وخرج. نزل لتحت اطمأن وخلى التعليمات ديالو باش المزرعة تبقى بحدية. خدا طوموبيلتو ومشى رجع للدار. تم غادي داخل هو يشوف الساعة، هز عينيه كانوا كلهم جالسين في الحديقة. طاوس كيدور حداهم وكل وحدة في يدها كبيس ديال القهوة. حكى على الحيط وقال ما كايناش إكرام ما جاتش. وليدي راها باقا في الخدمة، وليدي راه كاع ما دات الطوموبيل باقي لا تشوفر تعطل عليها. ناصر عقد غباش وقال علاش ما داتش الطوموبيل ديالها؟ وليدي راه السيد اللي بقاو عنده السوار تسخر ونسى وداهم معاه. بصحة وراحة. عطاهم بالدهر وتم غادي لطوموبيلتو. لطيفة نهدات وقالت وقيلا غادي يجيبها. الحاجة شامة قالت ايوا الله يرضيه ليه الله يرضيه ليه. ايه بحالو بحال الحاج. وزادو كيضحكوا. اما ناصر اللي هز الطوموبيل ديالو وموقف حتى لقدام لوطيل. يلا بغا ينزل حتى المقهى راها فين واقفة.
و شاده ساكا عندها. ناصر اللي قرب طوموبيلتو جيتها نزل الزاج وهو يشوف فيها وقال له طلع نوصلك. اكرام طلعت عليه غير شفتو وانا نميق بتمرد قلت له لا شكرا كنتسنى طاكسي. ناصر ضحك جبد البريكه وهو يشعل الكاروشه فيها وقال له طلعي قال لك كتسني طاكسي. اكرام دارت لعندو يعاقده باش بحال شي قطه وقالت وعلاش غنطلع معاك. ناصر نزل من الطوموبيل هو يقرب لعندها حتى يدي على خصرها وقال له حيت مرتي ما نبغيش نمشي في طاكسي مع راجل غريب. اكرام فلست وقال طلق غير شوفونا غي ما عرفتش غيقولوا علينا. ناصر شاف فيها وقال له اش غيقولوا وراجل مع مرتو. ناصر كلشي هنا عارف بلي انا كنت مع انور بلا ما دير لي بحال هكا. ناصر اللي عينيه ولو بحال الشومه ديال الدم كترفدو بهاد الطريقه. هو عارفه باقا كتبغي انور واخا بنت الناس. قال الاقل ما تقصحيش راسك وطلعي. هو ركب في الطوموبيل عرفها غادي تطلع وفعلا حلت الباب هي طلع وزادت وهي غافله على الانظار ديال شي بنات اللي خدامين معاها. وانت لك يا اختي غسي الاول صيفطاتو للقبر دازت للثاني. الاخرى قالت استغفر الله اكرم راه ماشي من هاد النوع. ناصر اللي حرك الطوموبيل تما غادي وكان صامت هو سيد المكان حتى شويه بدا التليفون ديالو كيسوني. اكرم بورود دورت عينيها حتى بقات اسم كريمه. طلعت حاجب هو اللي غير شاف المتصل ويهز التليفون هو مبتسم وقال اهلا عاش من شافك كي دايره لاباس عليك. واخا بقى مجمع السياد وكيضحك اما اكرام ميقات شفيفه يدور عينيها جهه الساج ودغيا مشات في عالم ذكرياتها هي وانور والايام اللي دوزو. شافت جهه السما وقالت الله يرحمك انور. ناصر اللي قال من بعد وصوني ليك قطع الاتصال هو يدور عندي وقال ياك ما خاصك شي حاجه قبل ما نوصلك للدار. اكرام ما سمعتش شويه حتى يديه على كتفها. اكرام اللي قفزت يدو لعندو شافت في يديه وليت نهدو يحيد يدو دغيا لهالدرجه ما باغاش. شاف قبالته وهو مزير على الفونو قلت له نعم قلتي شي حاجه. ناصر شاف قبالته هو يشوف المرايه الخلفيه وقال له قلت لك واش خاصك شي حاجه قبل ما ندخلو للدار. لا شكرا غير وصلني عييت. ضل عنده وعاد شاف الطريق وقال له الا عييتك خدمه تقدري تجلسي مؤسسه مكرمه اللي بغيتها توصلك حتى لعندك. اكرام قالت شكرا ولكن انا ماشي من داك النوع اللي كتبغي غير الدار كنبغي نكون يعني حركيه. ناصر قال له حركيه مزيانه وتا الخدمه مزيانه ولكن الاختلاط راه ما مزيانش. طلعت فيه اكرام حاجب وقالت ما فهمتش. ناصر ما جاوبهاش. طلعت عليه وقلت له راني ما فهمتش شنو قصدتي ما كنبغيش اللي يبدا لي الهضره. دار عندي وقال له انا راه ما عنديش مرا اللي تخلط مع رجال وتلبسك الله يرضي لك صلحيه شويه. تقات في اكرام عينيها وقالت من نيتك ما بغيت تحكمني في حياتي. ناصر ما جاوبهاش عاود شعل كارو اخر يبرد فيه الغدايد احسن ما يبرد فيها هي غدايدو. اما هي اللي حسات بيه كيستفزها بهاد البرود ديالو ما كيكملش ليها الهضره. ساعات بدقيق حتى دخل طوموبيل الدار دارت لعندو هي تقول ما غتنزلش. ناصر قال ما بيتش في الدار. زيرت عليه يديها ما عرفتش علاش وانا مالي بتفق النهار مزيان ما حطات رجليها على الارض ويقول اكرام. درت لعندو باستغراب باغي يقول شي هضره اخرى. شاف فيا وقال له ما حدك نديري مرتي غنتحكم فيك. هو يطلع الساج ما خلاش لها حتى الفرصه فين تهدر. دوز الطوموبيل مارشا غيار ومشى خارج. اكرم اللي طيرت عليه يدي عقل الاخر شكون هذا باش يدخل فيا انور اللي انور عمرو ما هضر لي على الباسي ما يسواش كنس. تما داخله وهي كتنقر وتعاير حتى بانوا ليها جالسين في الحديقه. هي تتفمها وقربت لعندهم عطيهم صوابهم. اما ناصر اللي مشى بطوموبيلته حتى وقف قدام واحد المطعم
دخل هو مبتسم وبدا كيدور عينيه حتى رمقها. جلسة في الطاولة وحدها واحد الدري تكون عنده 12 عام، قرب وتسالم معاها. سلام عزيز. كريمة قالت غبورات هادي. البركة في راسك بعدا من جهتو. ناصر تنهد وقال مش معاك باس. دار عند الدري وقال البوكوس كيدير بخير. الدري قال عمو ناصر لبس عليك. بدا مجمع معاه وكيضحك. إكرام صديقة ديال ناصر من أيام الجامعة، علاقتهم وطيدة بزاف، وصراحة هو يعني كيثق فيها وكيعتبرها بحال ختو. شاف فيها وقال فينا واحد الراجل مبغاش يجي معاك. بدات كتضحك وقالت ايوا واش كتعرف عليه، الله يهديه راسو قاصح. سالا العشاء ديالو مع صديقته، كانت ديك 10:30 ديال الليل، ومشى غادي شاد الطريق حتى دخل لواحد الفيلا وهو مبتسم. دور عينيه ترمق الكليكه جالسين مجمعين صحابو كيجلسوا جلسات نقيه بعقلها، غير بيناتهم رجاله. كان حتى راجل رجوه سلم عليه وقال فينا امين لاباس. امين قال الصاد مبروك ما درتي سمح لي ما جيتش، راك عارف الرجوه شويه. ناصر شاف البعيد وقال عارف ديك مسمومه وراه بنت عمي وحافظها. امين قال راه مراتي هذيك. وزادو كيضحكوا. اما اكرام اللي كانت في الغرفه ديالها هازه تصويره ديال انوار، كتمسح عليها وتشوف فيها، وبلا ما تحس دموعها كينزلوا ما بغاوش يتحبسوا. سمعت الدقان، خبيت دغيا التصويره وقلت ادخل. حسيت ما داخله، هزيت فيها عيني وقلت لها خالتي. قربت لعندي خالتي حياة وقالت لي قالوا لي ناصر ما جاش، واش ما غيباتش بنيتي هنا؟ لا ناصر ما بيتش اليوم. ايوا مالك بنيتي عينك حمر، كنتي كتبكي؟ لا خالتي حياة غير شي حاجه دخلت لعيني. دخلت لعينك ولا لقلبك؟ قربت وجلست حدايا وقالت لي راني بحال امي مسكه بنيتي، خوي قلبك وقولي اش كاين. والو خالتي ساعات لله وصافي. لاله حياة هزات المخدة تحطها على فخادها، مع هزاتها إكرام يلا بغات تاخدها عليها، حتى شفت لاله حياة تصويرة، شفت فيها مزيان هي تهز عينيها جهة إكرام وقالت بنيتي إكرام، عارفة بليتي دابا على سميت وليدي ناصر مرتو ديالو؟ عارفة خالتي، غير هي تقلب الكادر. شوفها بنيتي ماشي عيب تبكي عليه، وليني اش ذنب ناصر؟ عطي لوليدي فرصة، باغيك وشاريك. زدت في عيني وقلت لها منيت كخالتي كنت في ولدك كي كيتصرف، وانا ما مستعداش حتى شي حاجه من هادشي، انت فاهمه كلشي وعارفه كيفاش تزوجنا. بنيتي راني عارفه، ولا اني راه يعني الوقت بداله، والناس ماشي كنشكرو ليك حيت وليدي من اطيب خلق الله، وماشي شي واحد اللي خايب. عطي فرصه لراسك، مي خصك معاه خير، راه تعيشي معاه معززه مكرمه، تعيشي معاه اميره يا بنيتي. إكرام زيرات على الفراش وهي كتسمع الكلام ديال لاله حياة اللي كيدخل لها من ودن ويخرج لها من ودن. ناصر ما معمرش لها العين وما داخلش ليها الراس نهائيا. يكون خير خالتي. لاله حياة اللي خرجات سدات الباب وهي طاير ليها، ولاني عارفه بلي ماشي سهله البنت كتبغي انوار. لاله حياة عارفه ولدها غادي يتعذب، وكأم ما تبغيش لولدها هاد الحاله، ولاني مخليه كلشي للوقت. دازت هاد الليله ناصر اللي هز تليفونه دخل للكالوري، شفت التصويره ديالها بلا ما يحس لقى راسو كيزومي عليها. نهدو وعقد باش تشوف حامل الوضع وقال شنو درتي فيا؟ واش هذا سحر ولا شنو؟ اخ وكي كنموت في عشقك وخمرك. حط التليفون واستسلم للنوم. اما اكرام اللي بس التصويره وبقات معنقاها عارفه ناصر ما غاديش يجي، ونقولوا أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح جديد حامل في طياته أحداث جديدة. إكرام اللي فاقت مارست روتينها الصباحي ومشات للخدمة بطوموبيلتها. أما ناصر اللي من تما مشى نيشان للشركة. داز النهار
عامر عندهم بجوج حتى تعشات العشية. إكرام اللي دوشات قاسا بنوارها ودايرة أبل فيديو كدهن كريم. وإلهام وعافاك إلهام قالت شوفي نقول لك ما غاديش نخرج معاك، عارفة خالتي غادي تبقى تنقر عليا وتقول لي خرجتي ويا عروسة، ولا وراها الخدمة وكنمشي لها التوفي قررتوني بهاد عروسة. واختي شغنقول لك زعما ما كاين والو. ها هي تغمزني. إكرام زايرة على يديها وقالت من نيسك واخا نبقاو غير انا وياه، هذاك اخر واحد غادي نشوف فيه اصلا كيخلع، غير شوفها فيه كتخلع. ما فهمتش انا داك بنادم كيفاش عزيز عليهم كيفاش كيشوفوه. شتي غير انا مستحيل نكون ليه واحد اللي في قلبي هو انوار، ومستحيل يجي شي واحد اخر في بلاصتو. نهدات وقالت اختي اش غنقول لك، انت تعرفي غوا اكرام راكي كتلعبي بالعافيه، السيد راه راجلك. و... اكرام اكرام تمرد قالت ما ضربتوش على يديه، النهار الاول هو اللي بغى يتزوج بيا. و بانت لي دازت شي حاجه من وراها، دارت وهي قافزه. الهام غير شافت ناصر اللي داز داخل بملامح صارمه، منطق ما تكلم، كلامها طاح كيسمع على ودنيه ومشى دخل الدريسينغ. الهام قالت قلت لها الهام يلا بسلامه تصبحي على خير. قطعت الاتصال وانا باقا كارمه في بلاصتي والكريم بين يديا. بقيت كنشوف جهة الدريسينغ، تسنيتو يخرج يحيح يغوت ولا شي حاجة. خرج بهدوء وهو مبدل، كان لابس بيجامة ديال النعاس. انا غشت فيه توترت، نط غيا طايرة، مشيت حيت عليا البنوار، لبست بيجامة ونحش الشمالة منه. نريش من داك الكلام قلت واش زعما يكون سمعني؟ اكيد غيكون سمعني. كان جاني نقول هكا شي زمر، ماشي انا اللي ضربها على يديه، خليه نيتك ما يوقرني ويطلقني. خرجات هي ترمقو، هو اللي مشى وتكا فوق السرير، طقت فيه عينيها، هز كتاب بين يديه ودار نظارة طبية اللي ما زادو غير جاذبية على جمال. كان شد الكتاب عقدو بهجتو، عينيه في الكتاب، ولكن عقلو سارح لبعيد وفي قلبو نار شاعلة اللي صعيب باش تطفى. إكرام اللي شفت فيه نص عين قربت لعندو، هزت المخدة بلا كلمة بلا جوج ومشات تكات في الفوتوي. ناصر اللي شاف فيها ما دارش فيها هو يسد الكتاب، طفى الفيوز اللي حداه وغمض عينيه باش ينعس. اما اكرام اللي بدات كتقلب في فراشها كتفها ضرها وما مرتاحاش في النعسة نهائيا، ساطت وبقات كتشوف السقف. نادت جمعت الوقفة وسمعت غدا جهة الباب، حسن دق ناصر وقال ايه فين خارجة بداك اللباس. حنيت عيني لباسي، كانت بيجامة عادية وقلتلو غدا غنشوف شي مخدة وحدة اخرى قسي الارض غنطلقك خرجي التعريانة. إكرام تقات في عينيها وقالت واش من نيتك انت غتبقى غير تحكم فيا؟ غدا توصلك ورقة الطلاق بنت الناس. إكرام بصدمة وقفات، حست براسها مشللة بسطل ديال الماء بارد، فمها بياض وهي كتشوف فيه. ما عرفتش علاش ولكن حسيت شعور غريب، شعور اللي كان في شي شكل. هزت راسها بكبرياء وقالت ديرها من الاول. ناصر شاف فيها وهو معصب وقال له واش ما غاديش نعس دابا تخليني نعس. صات فيها السيد اللي بقات غمضرطقة عينيها اول مره يغوت عليها بهاد الطريقه. حلت الباب ومشات خرجت كتقلب على مخدة بلا ما تسوق ليه، وضربات كلامه مع الحيط وخرجت بديك البيجامه. ناصر اللي صاد وغمض عينيه، كيبقى راجل مستحيل كرامته تسمحلو يبقى مع وحده ما باغاش. ايوا داز هاد الليله صباح جديد حامل في طياتو احداث جديده. ناصر اللي فاق على التليفون اللي كان كيصوني، كانت 5 ديال الصباح، اذان ديال الفجر. ابتسم دخل الحمام توضى، هز اللاي وبدا كيصلي. اكرام اللي كانت ناعسه حتى بدات كتحل عويناتها على سوسو كيفاش كان يقرا القران. استغربت ودورت عينيها حتى لقاتو راه هو في البالكون كيصلي.
بقات كتشوف فيه، غمضت عينيها وكتسمع له وكأنها كانت محتاجة تسمع للقرآن الكريم اللي ودنيها هجروه. ورجعات نعسات. صباح ناصر مشى مقابل شغالو ووصى المحامي باش يوجد الورقة ديال الطلاق، الورقة اللي خرجت دغيا، اما اجراءات باقي خصهم يتجراو. المهم انا مكنفهمش داكشي مزيان، ما علينا. بطلتنا اكرام اللي كانت خدامه حتى بدا التليفون ديالها كيسوني. الهام قالت ربي ما عاوديليش درتي فضحتك البارح، انا ما بقاش عندي وجع قدام السيد. اكرام ميلات شفايفها وقالت هو صافت التيا وزيدو تهنيت راه رمى عليا الطلاق. الهام اللي كانت جالسه في خدمتها خدامه في بنك طلقت عينيها وقالت ويلي وفيتي مسخوطه. اش كتقولي اش كنقول اصلا هادشي اللي بغيت حررت العيشه بيني وبينك السيد، ما هو ليا ما انني النهار الاول. شافت فيها الهام وقالت شوفي دابا انا في الخدمه كلين كيجيو سيري نتلاقاو انا وياك في الكافي اللي في المول. واخا محتاجاني مع من نخرج. قطعت الاتصال وغير سالات الدوام ديالها حتى بنت خالتها سالات ومشاو خرجوا تلاقاو في كافي اللي كاينه في المول. بقاو جالسين. شربت اخر جرمه في العصير وقالت وهادشي اللي كاين. الهام تنهدت وقالت اكرام راكي كتلعبي بالعافيه، السيد باغيك وحشومه ديري لي هادشي، والله اختي حشومه. اكرام شفتها وقالت شتك بحال كدافعي لي، واش انت معايا ولا معاه؟ انا مع الحق. ما تنساش اكرام بلي السيد راه راجلك وانت دابا مرتو. عيب انك تعامليه بديك الطريقه. اكرام اللي بقات غير ساكته والكلام ديال الهام كيدور ليها في الراس، حتى يديها على ذقنها وهي كتصوت. الهام قالت واش هذاك راجلك ياك؟ راجلي كنساكا واش كيفاش عاد استوحبت لها الدرا ديال الهام هي الدور حتى لقاتو هو اللي كان جالس فواحد الطاوله، جالس هو كريمه مجمعين كيضحكوا ومعاهم ولد كريمه. ضيقت الهام عينيها وقالت بقيتي طيروا ليك شي وحده. السيد هكا كيدير عاطي العين، شوف داك البنات اللي في ديك الطبله كيشوفوا فيه. اكرام دارت دغيا دورت راسها بورود، هزات الكاس العصير تشرب منه لقاتو خاوي. ملات شفايفها وقالت شغلو هذاك بدات نشرع عاطي حتى 4. وانا راه قلت لك عطاني الطلاق. الهام قربات وقالت يا مسخوطه شتي في السيد انور الله يرحمه شتيها وقلت لها الهام دخلي زق راسك. الهام هنا سكتات فاش دارت فيها اكرام ما كتديش عليها عارفه قلبها طايب. اما اكرام اللي بقات كتشوف قبالتها بلا ما تحس عاودات دارت كتشوف فيهم. ما عرفتش علاش ولكن حسيت بواحد الغيره في شكل بضيق واللي زاد قهرني فاش ناض كيهضر في التليفون. ناصر اللي ناض كيتكلم في التليفون وقال له واخ اشنو قلتي لي اليوم على متاكد شنو الشهر هذا انا راه نسيت. وصف انا دخلت لهاد الشهر مع الشهر اللي واخ يلا سير. قطع الاتصال. الدورة اللي دارت مديت على الطاولات حتى شاف دوك البنات اللي كيشوفوا فيه. قربت وحده وقالت له زين مخطوب ولا كيتسنى المكتوب؟ ناصر خنزر فيها وما جاوبهاش. زاد هو يسمعها قالت ايوا جاوبها علاش خليتيها بلاكا؟ ناصر استغرب الصوت ما خافيش عليه. الهام قالت سكتي المصو. هي تخبي راسها. اما اكرام هزت في عينيها هي طلع في حاجب. ناصر اللي طلع ونزلها كانت لابسه فستان كلاس بنواغ وشعرها فرقاه من الوسط وطرقاه وسند ديال الطالون على رجليها. طلع ونزلها وقال له هادي المدام ولا خفات عليا؟ شتي وقلتلو مدامتك وحلالك اللي قربت ولي طليقتك. ناصر حط يديه بجوج على الكرسي تحنا لعندها وقال له ودخل للدار ولا غنقلب على موك الطبله. هو يزيد مكمل على طريقه خلى اكرام مطرطقه في عينيها. درت عند الهام وقلت لها سمعتيها اش قال ولا جاب لي الله؟ الهام قالت يا اختي الله على الكاريزما والرجوله ما خصوش يقول لك هاد الهضره اختي متفقه معاك كلشي الا العنف. نوضي تهزي خارجه قهوه بلا خبر السيد باقا كدوي.
شتي قلت له واش نجي معايا ولا معاه، هو اللي جالس مع ديك العزبوقه. والله ديك السيدة راه باينه فيها بولها. فضلت كنشوف فيهم، هو اللي كان كيضحك كما مسوق، شاد كاس ديال القهوه بين يديه كيشرب منه و كيصوت في الكارو ديالو. كريمه قالت مادامك راه كتشوف زعما ما تعرفش انا وياها. ناصر قال بلا ما تعرفوا حسن، اصلا غنطلقها. كريمه دارت وقالت شنو كتقول يا ناصر؟ ناصر اللي رمى عينيه جات اكرام، بانت له باقا جالسه، بقى كيفيبري برجليه بعصبيه، ويا ويلو اللي يشوف جهتها. ما عرفتش شنو هاد المشاعر اللي حس بهم، ولكن نتملكها، هي ديالو. خربق بين عقلو وقلبو ورجولته. عاود دور راسو يسبان له، نادت هزت ساكا وخرجت هي وصاحبتها من القهوه، ومض عينيه وحلهم. هادشي اللي كاين كريمه، انا ما نقدرش نفرض راسي ولا كيعرفني كي داير. كريمه ابتسمات، هي تشوف ناصر وقالت اصلا عرفتك تزوجتي، جاتني غريبه في شكل. ناصر راني كنعرفك، راك بحال خويا، لكن داك القلب عندك كان قاصح. كيفاش ارتاب او مرتاب غير فيها زعما؟ ناصر صات بضيق وقال هاديك بوحدها، سحرها بوحدو، عينيها، شكلها ما عرفش، غير سكتها وعنادها، كنحس بيه كيضربني وينغمني. ما علينا. اكرام اللي دخلت للدار، قربات الدريسينغ، بغات تبدل حوايجها، حتى فكرات باش الحاجه قالت ليها راه كاينين الضياف وغادي تتعشى. شفت الكسوه باقا نقيه وزوينه، لا ولكن نكون علقت فيها. حيدت الكسوه دغيا وعاودت لبسات كسوه اخرى اللي كانت بلون الموف، كتجي دومي مونش لاصقه ومشدوده من جهه الخصر مرخوفه من التحت. دارت معاها صنديره ديال الطالون كتبري. سمعت غاده قربت حتى المرايه تبدل الحلقات حيت ما جاوش مع اللبسه، ما حطاتهم يتحطهم فوق واحد الورقه. استغربت ولا نحني عيني وزيت ديك الورقه حتى توسعوا عيني. ما عرفتش علاش ولكن في ديك اللحظه حسيت بقلبي تزير عليا. كانت ورقه ديال الطلاق. طولت فيها الشوفه، لما نحس جلست رجلي كيرجفوا، حسيت بحال قنشف والدنيا كدور بيا. طولت شوفه في ديك الورقه ديال الطلاق، سمعت الدقان وانا نحطها دغيا. كانت خالتي حياة ومعها خالتي لطيفة. بنيتي وجدتي راسك؟ قلت لها وشدت راسي، هاني جايه. وبنيتي ما تعطليش. هبطوا لتحت هما كيهضروا مع بعضياتهم، وعلى الله يدير عقلو يدير عقلها. لطيفة قالت واخا راه بالي انا ولدك دير عقلو، هي اللي قداش تنسى وليدي الله يرحمه مسكين، وعينيها غرغروا بالدموع. في دوك الاثناء اكرام اللي عاودت هزات الورقه وبقات كدورها بين يديها. واش هذا الزواج والتقلب سهل على الدرجه هادي؟ حتى ديك الورقه دورت عينيها كتقلب على السيلو حتى لقاتو، هي تقرب ووقعات. ما حلات الباب باش تخرج، بان ليها ناصر اللي كان واقف عند الباب. طلع ونتسلا ويزيد. اكرام قالت السلام، ما جاوبهاش. خزرات فيه هي تقول توقع راه هو تما، ونزلات مع الدروج. ناصر في ديك اللحظه قرب بورد ويهز الورقه، دورها بين يديه ويردها، ومشى دخل يدوش لتحت. في الصالون كانوا جالسين كل من العائلة، ومعاهم رجوة أخت أنور ورجلها أمين وبنتها رانيا اللي مجمعة معاهم وكتضحك حتى هي. رجوة ميلات شفايفها، هي تقول عروسة الغفلة باقا بارزة ولا حاجبة؟ جيت مع ديك الهضرة زيرت على يدي وانا نقرب، يلا بغيت نسلم عليها هي دور وجهها وهز التليفون. امين اللي تنهد وشي بدا كيشوف شي. سلام خويا امين. قربت وانا نجلس في الفوتوي حداهم، بقاو جالسين مجمعين. رجوة داك الفلاش اللي دارت لي صراحه ما عجبنيش نهائيا، وبقى فيا الحال. شفت جيت خالتي اللي غمضات عينيها وحلاتهم، نطقات الحاجه وقالت ايوا بنتي اكرام غادا مع الخدمه. رجوة هزات عينيها وقالت هاي الا كتمشي للخدمه زعما راكي عروسه، كملي بعدا 7 ايام ديالك. هزيت فيها عيني وقلت
هذيك وقت وهادي وقت. رجبة قالت ورا داكشي نيت لي بان ليا بنادم دغيا يقلب وجهه. ايوا الدنيا بدالة يا اختي، باينه همك فاش الزين. انا اللي خنزرت فيها وحنيت عيني، بقيت كنشوف الخاتم اللي في يديا، خاتم اللي قريب غادي نحيدو الا تلقى راني وقعت عليه. ولا ناصر راني خسرتو. ناصر اللي تنازل غير شافتو رجوة هي تقول اهلا اهلا بالسي العريس. رجوة كي دايره بخير؟ والله الا بخير، غير سمحولي ولكن الكادو مخير على حسابي. ناصر اللي شاف فيها وما جاوبهاش، عرفها ما حملش هاد الزواج ديالهم. المسيدة قالت نسي ناصر العشاء واش نحطو؟ حطيه. ناضو وجلسوا في الطاولة ديال العشاء. ناصر اللي جلس حدايا، كنت حاسة بشعور غريب. لازم كي ياكلوا ويفهم الناس يعني جهة رجوة، لقاها كترمقني بواحد النظرات صراحة بقى فيا الحال بزاف. كان واحد النوع ديال الحوت محطوط، ما نكذبش عليكم عمرني ما كليت داك النوع، ما عرفتش كندير نقيه. الناصر شاف فيه وقال بلاتي. هزيت في عيني باستغراب وهو ياخد موس وفرشيطة وقال لي هاكي. نقى لي الحوت وحط قدامي. رجوة قالت انا تاني على الرومانسية. درت عندها ما وقالت رجوة سكتي. رجوة هزت عينيها وقالت وعلاش غنسكت، راه من هنا كيبانو بنات الخير من الجيعانات اللي كيلصقوا في اي واحد لاباس عليه. ناصر هز عينيه وقال رجوة عرفي اش كتقولي. هو يهز كاس ديال الماء وشرب منه. اكرام اللي عينيها غرغرو بالدموع وزيرات على الفرشيطه شفت فيها رجوة وقالت مالي كدبت، اختنا باينه اش كانت باغا، حتى عينيها غير على الفلوس. فاش مشى خويا دارت بيك وما عطلاتكش. طماع عمرو ما كيربح بركه. كلشي شاف فيه هو قافز. ناصر اللي طاير على يديه هو يشوف رجوة وقال له باقي ما تزاد هذا كيما بغى يكون، اللي تطاول واللي يقول تقد هكا في مرتي. شفت فيها رجوة وقالت حل عينيك حل عينيك اخويا وما تخليهاش تفرقنا، هي غير. ناصر قال له رجوة بشحال هادي ولا كنحترمك، على وجه العشاء دخلت فوق راسك. شاف امين وقال له شد لي مرتك. هو يشوف جهة اكرام اللي دموعها نزلو، جرها من يديها و ناد هو وياها. انا اللي بقيت غير ساكته. طلعت للغرفه. ناصر اللي دخل وسط الباب وبقى غادي جاي، اما اكرام اللي جلسات وهي كتبكي. علاش درتي داكشي كامل؟ ناصر وقف وضل عندي وقال له علاش؟ حيت انت باقا مرتي. شفتي وانا نهز الورقه وقلت له راني وقعتها، تقدر توقعها هكا غادي نطلقو. ناصر شاف فيه وقال له واخا ما قلتي عيب، انا اللي حمار، انا اللي. هو يسكت، ضرب واحد ديكور بيديه حتى تشخشخ. تالي سالت سمعت حتى لتحت، ولكن حتى شي واحد ما يقدر يدخل بيناتهم. شفتيه وانا خايفه، اما الناصر اللي بقى غادي يجي كيقلب على ستيلو، لقى ستيلو هو يهزو ما بغى يوقع. قربت اكرام هي تحط يديها على الورقه، شاف فيها باستغراب، شدت الورقه هي تقسمها على جوج. ناصر تصدم من الحركه ديالها، عطاتو بالدار وقالت انت ما درتي فيا غير الخير، وانا ما يمكنش نطيح لك راسك قدام عائلتك. ناصر شاف فيها وقال شكيت عليك؟ ما شكيتيش، ولكن انا. ناصر اللي شاف فيها مسح على وجهه وقال اكرام بركه مثل البيبي الله يرضي عليك، واش انت باغا هاد الزوج ولا ما باغاش؟ اكرام دارت لعنده وقالت ما عرفهاش ناصر، انا حياتي بالنهار والليل تقلبات، خليني شويه ديال الوقت. ناصر اللي حيد البوتي اللي كان لابس بعصبيه رماه هو يشوف فيها واحد يدي على خصرو وقال شحال هاد الوقت؟ عطيني وقت بالضبط، ما باغيش نبقى نتسنى حتى يجي نهار اخر وتقول لي كلام اللي ما يعجبنيش. اكرام راني راجل حار، راك ما مزوجاش بوكيمون. اكرام شافتيه وقالت ناصر انا غا قلت لك، وزيد باقي ما درنا في طاجين ما يتحرق، الواقع كما تقطعت نجيبو خصها. هو يخرج للبالكون وشعل كارو. اكرام اللي زيرات على يديها وهي كتشوف فيه
جلست على الدرب السرير كتحيد الصندرة ديال الطالون اللي دراتها. بقات كتمسح في رجليها هي عينيها جهة ناصر اللي كان سترو عاري وعطيها بالدهر. خرجت حفيانة هي توقف حداه حتى سيدي داتها بجوج على الحديدة وشافت البعيد وقالت كتأمن بالحب تاني. ناصر دار لعندي وشاف فيا وقال هاد الساعة باقي ما جربت حتى واحد. حسيت في عيني وقلتلو اذا علاش تزوجتي بيا؟ كنظن بلي كاينين شي حوايج كبر من الحب. ضحكت باستهزاء وقلتلو كبر من الحب؟ عاني معاك وقلبي مع راجل اخر. ناصر زير على الكار وقال له ولكن داك الراجل كدوي لي راه تحت التراب. إكرام غمضت عينيها واستنشقت هواء وقالت عارفة داكشي شغل نعطي لهاد الزواج فرصة. دار عندها ناصر وهو كيشوف فيها باستغراب حتى هز عينيه دغيا فاش حس بشي حركة ماشي هي هاديك. دور عينيه دغيا في الحديقة بقى كيشوف بانلو بحال داز شي خيال. عقد غباشتو. إكرام شافت فيه كيفاش كيدور عينيه بحال الصقر ملامحو حرشة طويل ومبودر عايق وفايق. كتحس بيه راجل هو معاك. حسيت في عيني وهي كتفحص ملامحو كتحاول تقرا افكارو فاش يكون كيفكر دابا حيت بان ليها مركز مع الشرطه. دخلي. تصبح على خير. دخلت لداخل. اما ناصر اللي هز التليفون هو يتصل بليكارد وقال له ضربوا دراجة الصور وردوا الكاميرات شوفوا شكون دخل. الكارد قال له بوس واش دخل شي حد؟ واش انا اللي غنعرف ابو زبال؟ هو يقطع هو معصب. اكيد اكيد عينيه ما غاديش يغدروه. دخل بسرعة. إكرام اللي كانت كاسة كدهن في كريم. ناصر شاف فيه وقال كحازي عافاك. شاب باستغراب هو يحل المجر اللي كنت كاسة حداه حتى طرطقت عيني فاش بان ليا جبت سلاح. شتي وانا مصدومة وقفت وقلت له ناصر فين غادي؟ ناصر شاف فيه وقال قلت الارض ما تخرجيش. توصل للباب وانا نقرب لعندو جريت وقلت له ولكن فين غادي بهاد السلاح؟ ما تكونيش فضول يا إكرام. تعطاها بالدهر. هو يدور وقال وهاد الكريم غيديرها غير في بيتك. هو يسد الباب وخرج. خلاها غير مستغربة واش هاد هبل ولا مالو. ناصر اللي هبط دار هو ولي كارد. امين اللي خرج وقال له ناصر اش واقع؟ ناصر قال له ما عرفتش ولكن جاني بحال بالي شي حد نقص الصور. العجب قلبتو الكاميرات. قلبنا ولكن ما كان والو يمكن غير جاب لي الله. امين قال له جاب لك الله. ناصر انت زعما ما كتغلطش في هاد الشيء. ناصر حط يديه على عنقو قال ما عرفتش حس راسي متوتر هاد الايام. امين تنهد وقال له بسببها ياك. ناصر بلي غير كترهق راسك مع ديك السيدة. ناصر هز في عينيه بحقد. امين قال له نقولها لك انت بحال خويا ولكن كلشي عارفه بلي كتبغي انوار. وانت ناصر تنهد ويهز راسو. كانت واقفه والريح كيضرب ليها في شعرها تقول فيها الشوفه نتوما باقي معانا هنا. امين شاف الساعه وقال هذا وجهت سين نرجع للدار. انا عيط على تفكرت ما سديهاش على رجوة راك عارفها. ناصر ضحك وقال عارف لي كاين. طلقة عفوية هز السلاح وحك بيه على شعرو. ديك الحركة اللي ما خفتش على إكرام اللي طولت فيه الشوفة وخلت قلبها يتزعزع. بلا ما تحس لقات راسها كتبدا مقارنات بينو وبين أنوار ما كيتشابهو في والو. اختلاف كبير بيناتهم لا في شخصياتهم ولا شكلهم. هو في شكل كتحس بيه عنده واحد الكاريزما كتحس بواحد الهالة ديال الوقار دايرة بيه. هزيت واحد الكريم ودهنت بيه يديا من بعد ما دخلت. اما ناصر اللي بقى شحال تحت كيعطي التعليمات ديالو عاد دخل. مع دخل هي تهز عينيها في المرايه. درت لعندو قربت دغيا وقلت له شنو واقع شنو شفتي قبيله؟ ناصر شاف فيها بهدوء قرب لعندها ويبوس لها راسها وقال سيري تنسي. خلاها غير مبلوكي في بلاصتها ومشات تخشى في السرير. اكرام اللي دارت عند ناصر وهي مصدومه الا قربت بغات تبقى تفراشها فوق الفوتوي وقال له اكرام من الاحسن ليك تقبلي الوضع ما غاديش ناكلك كما يكون الحال رحنا مزوجين.
إكرام ملي سقلات وسكتات ما داتش في كلامو وقدات بلاصتها ونعسات. ونقولو أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح جديد حامل في طياتو أحداث جديدة عند ناصر اللي من بعد ما فاق ومارس روتينو الصباحي لبس حوايجو وخرج من الدريسينغ. طلع عليها وبانت له ناعسة هادية بين فيها سهرات بالليل طول فيها الشوفة في ملامحها تقبض وكل واجتمع. كاين امل والقدر ليه رأي اخر وسام غادي تكون انتي مصيري. نهت طلع من اعماقه ودار تقابل مع المرايا كيقاد الكول ديال الشميز تاع قد غوبا شوف شاف داك الخيم ديال البارح ضيق عينيه هو يشدو ورماه في سلة المهملات. تسمع دقان خفيف دخل تحل الباب وسمعت داخله المساعدة. في دوك الأثناء أنا اللي فقت على الدقان جبت يديا ودورت عيني في الغرفة. حسب ليا الناصر اللي كان يقلب في شي وراق غير شفتو نتهز من بلاصتي. سميت غدا جيت الحمام حتى رجعت خطوة اللور فاش بانت ليا المساعدة شادة السلة فيها شي حاجة. بلاتي المساعدة قالت لي نعم لا رجعت لها السلة وقلت هاد الكرام هذا اش كيدير هنا راه ديالي. المساعدة قالت انا لقيتو غير هنا وقلت لها كي ما بغيتيش ولا غير ديه. هزيت فيها راسها بصدمة وقلت له هبلتي ولا مالك واش بقى لك غير الكرام ديالي غتدخل فيهم. ناصر دار إشارة للمساعدة اللي خرجات ويقرب واخا شي يديه في جيبو وقال له ما نضمنش لك شنو ممكن ندير الا باقي شميت فيك هاد الريحة ديال هاد الكريم ياك باغا تيقار ايوا خلي الوقر بيناتنا. اكتفى بهاد الكلام هو يضرب دوك الوراق على راسها وخرج من البيت. خلى إكرام غير مصدومة. يا ناري هذا منيش مخلوق. فشلني العاقر وانا نجلس حتى شدي على قلبك ويلي شاد الفراشة تفكر شي عينيها غرغلو بالدموع. زيرت على يديها وقالت لا انا كنخون انوار دابا كنخونو بحال هكا. وزادت كتبكي حلت تليفونها وبقات كتشوف صورها القدامية وانوار. مستحيل نساك حبيبي مستحيل. ناصر اللي تمراجع الغرفة عندها كان باغي يقولها واش وصلها الخدمة مع قرب الباب حتى سمع كلامها اللي دخل قلبه بحال السم. كلامها اللي خلاه يجمع راسو وما يخليش قلبه يتمادى اكثر من القياس. خرج وطلع عليه الدم غادي يسيق الطوموبيل بسرعة مفرطة. ما عارفش شنو هاد المشاعر باش كيحس حاس بقلبه كياكلو والنار شاعلة فيه. كيغير من خوه من الرضاعة كيغير من واحد ميت. ما حس غير برجليه اللي وصلوه المزرعة. شنو جاي يدير هنا استغرب. كان فيما كيضيق به الحال كيجي لهنا هو انوار ولكن هاد المرة جاي بسبب انوار. نزل تما غادي كيتمشى ويدور عينيه جلس وجابتلو السيدة اللي تما كويس ديال القهوة. سيدي ياك من طلعنا غير من الدار. نصر قال ما كاينلاش كتخمل كتعاود تغبر. واخا سيدي مرحبا بك. ابتسم ليها. المرة مرت السيد اللي مقابل الفيرما هنايا ودايرين نيت السكنات منها عايشين بديك البحيرة المهم ناصر اللي بدا كيشرب ديك القهوة ديالو هز التليفون كيشوف جدول اعمالو. شنو شرا هذا ميمكنش لا نقول غير غلط. حتى داك الكاس دغيا واسم غادي طالع كيسرع في خطواتو. جا فلاش باك ديال داك النهار فاش هز دوك الوراق تخلطوا عليه الشهورة. ميمكنش يكون قسيطة جديد. طلع للغرفة حل داك المجر دغيا لقى الوراق باقيين تم هزهم وبدا كيدورهم بين يديه وكيشوف فيهم حتى وسع عينيه حك على الحيط وهو كيشوف بنظرات اللي كانت غريبة ومرتبكة. أكيد كاين شي غلط. خبط يديه مع المرايا وقال لا ما يمكنش. شنو هادشي مع خبط يديه مع المرايا يديه اللي تجرحوا ليه كاملين و بانتلو شي حاجة ماشي هي هاديك. ضيق عينيه وبدا كيهرس بديك المرايا من الجناب ديالها حيت كانت لاصقة على الحيط حتى كيستغرب فاش بانتلو
واحد الخزنة تم. قرب بدا كيشوف فيها. غادي نحلها. هز تليفونو دغيا بحكم فاش كان في ايامات الجامعة كان عزيز عليه هادشي ديال الاختراق. بدا كيخربق فيها وبقى مدابز معها تما شي 10 دقايق. لاله فوزية اللي كانت لتحت طلعت وقالت وليدي خاصك شي حاجة، سمعت التهراسيك هانية. هز لها يديه بمعنى والو. ششت طق وتحلات الخزنة مع حلها. عينيه توسعو وقلبو بدا كيضرب. شكليتات هنا غادي نحبسو الجزء الاول من قصتنا. القصه مازال طويله وباقي شي خبايا واسرار غادي تكشفوا والستار غادي يطيح. شحال من واحد غادي يبان على حقيقته وشحال من واحد كان قلبه طاهر وطيب ولكن بالليل ونهار لقى راسو غارق في بحر الخطيئه. غادي نشوفوا تغييرات، غادي نشوفوا تعقيدات و تناقضات. القصة عاد غادي تشعل وغادي تكون حرب كبيرة. ما نطولش عليكم ونقول لكم نخلي لكم تسريب. من بعيد كان دير القبة على راسو كيشوف فيهم، قلبو كيتقطع وهو كيشوف فيها هي بالضبط. كانت طايحة على القبر تبكي وتقول ما بكيت. كانت كتبكي بحرقة وهو حاط يديه على شعرها كيمسحو. والتسريب الثاني إكرام اللي وقفت قدام المرايا هزت فوطة كتمسح في شعرها. ما هزت عينيها ويبان لها انعكاس وراها. واللي كان واقف وقفة مكتبشرش بالخير. ضيق فيها عينيه وصدرو كيطلع وينزل. قرب لعندها وهو كيحيد شي من الكحلة ديالو. درت لعندو قلتلو ناصر مالك. قرب ويحط يديه على طابل دو نوي وقال له حاملة منو. غير سمعت كلامه عينيها توسعو وقالت ناصر. وقيلا بركة ياك. ما بغيتش نزيد نشوقكم اكثر حيت القصة النار. شوفوا هادي راه رواية ما قدرتش ندير فيها حتى 4